الأكل يحب اللمة، هو الحاجة اللي دايماً بنتجمع حواليها في أي قعدة حلوة. في بدون مقادير هنا ونسمة بياخدونا معاهم في كل حلقة في قعدتهم، بنحكي في مواضيع مختلفة وقصص بتلمسنا وبتفكرنا إن القعدة الحلوة والأكل الحلو بنعيشه بدون مقادير. في الحلقة دي من بدون مقادير هو يوم شم النسيم، هنا ونسمة في المطبخ من الصبح بيحضروا لقعدة النهاردة. باستا سالاد. باستا تونة سالاد. يعني انا مفتكسه الانجريدينتس شويه، مش ماشيه على ريسبي خالص. انا بحط حاجات انا كالعاده بدون مقادير. باستا سالاد. وبعدين تروح لافف كده ومقطعهم صغير عشان ما تضايقناش في الاكل. لسه شويه. انا بصراحه حاسس ان انا بحب شويه انا ايوه يلا 3 2 1 يلا اكشن. يعني الواحد مستني اللحظه دي بقاله كتير. اول ما قلت انا مش عارف ابدا منين يعني. يعني في كورس معين نمشي فيه. دي حلقه فيري سبيشال لان دي حلقه الايستر. يابا ايوه فحلقه الايستر بيبقى فيها ايه؟ رنجه وفسيخ معروف. يعني كان نفسي طبعا اجيب باميه. باميه قلتي بانيز. انا سمعتها باميه بقى مسرح وكده. بانيز ايوه الايستر مش في باني. يا باني بالمصري بس ده بنشوفه في المجلات بس. قلت احنا لازم نتكلم انجليزي. ماشي. انتوا مش ايسينز ولا ايه؟ ايوه yeah we are فهموهم. for sure قول for sure yeah I feel you الحلقه شكلها ايه؟ هم ايزي طبعا احنا عايزين ممكن نعدي المرحله دي. يلا بقى نسمع. بص احنا طبعا ايوه طبعا ممكن تسقفي بالرغيفه عادي جدا، بس قبل ما نسقف بالرغيفه عاوزين نعرف الضيوف اللي معانا مين في بدون مقادير النهارده. يعني صح. انا نسمه وهنا، احنا الكو هوست بدون مقادير، ومعانا يعني فيري سبيشال جيستس النهارده لان انتوا you have something very special in common وهنتكلم فيه بشويه تفاصيل يعني، بس ممكن نعرف الناس اللي بتتفرج حضراتكم. اتفضلي يا فندم. يلا يا بولا. ماشي انا بولا. على طول ترمي الكوره لازم تمسكيها على طول، ما ينفعش على طول بتصلح انت. انا اسمي بولا كامل، متجوز. ده حوار كبير بالنسبه لي طبعا. لسه جديد. لسه انا لازم افكر نفسي يعني اللي هو لازم افكر نفسي. اسمي بولا كامل متجوز. ايوه دي الثالثه البايو. بالظبط. بس عندي 28 سنه. بحب شهد جدا بصراحه. ممثله خطيره وبني ادمه اجمل بصراحه. وانت ممثل مسرح؟ بمثل مسرح وكاميرا برضو لما ربنا بيريد كده، وبجرب كده وكده، والحمد لله سنت في المسرح من الجامعه معانا كلنا. فمن 2013 انا دخلت جامعه 2013. تحفه. انت دخلتي امتى؟ انا دخلت 2015. يس. انا 2016. يعني لحقتوا بعد ايه فرق بين سنه يا حبيبتي. دايما بيبقى فيه الطاقه دي. هي الطاقه دي متورثه لنا وبتقعد تتورث للاجيال. ايوه فرق سنه حبيبي. عرفي نفسك. اوكي. لا شهد. لا فريده بي ماي جيست. احنا كده نفضل نتعزم لحد ما ميعاد الحلقه يروح. اوكي عايزين ناكل عشان انا هنجز عشان اكل. يلا. انا اسمي فريده رجب، برضو بمثل مسرح مع الناس دي، مع العالم دي، مع شهد الشاطر وبولا المتجوز وبس بمثل مسرح برضو شفناكي في التلفزيون يعني. ايوه مهمه جدا. ايكونومكس مع بعض برضه. كنا في ايكونومكس وكنا كمان يعني بلوت تويست مع بعض في مدرسه. ايوه حصل. ايوه انت ما كنتش فاكر. افتكر بقى. لا الموضوع المدرسه دي ولا ممكن هو نتكلم فاكرين. هي مدرستنا اللي قالت لنا بتاعت المدرسه، قالت لنا ان هي راحت كانت بتحضر لنا عروض، فهي قالت انت تعرفي بولا كان معانا في المدرسه ومش عارفه ايه كده. اكتشفتوا بقى وانتوا اصلا عرفتوا بعض في تياتر في ميجر تياتر في الجامعه. ومع ان كنا نفس الميجر في الجامعه برضه ما تقابلناش هناك. لا ده قدر بقى. ايوه دي الخشبه بقى.
احنا خشبة بقى خلاص بتتكلم. احنا بصي وي تشالنج القدر وجبناهم على بس سفره واحده على فسيخ ورنجة يعني. على رنجة من غير فسيخ عشان احنا الفسيخ اوت اوف ذا بلو. لا احنا خفنا عليكم بس ان احنا لو دبينا او فسيخ خفنا على بقيه الناس مش احنا. احنا مش يعني مشكلة على حسينا فكرة، مش عارفة خفتوا علينا ليه. اتفضلي حضرتك بقى عرفي نفسك. انا واعوذ بالله من الكلمه ده. انا شهد الشاطر وخريجه بزنس ماركتنج ميجر and a theater minor and it has to be said that way. ازاي تاني بليز؟ كده معلش عايده كده اعاده تاني that's it theater minor. Use your R's people. Yeah. كل واحده في الشر. Yeah for sure. والتقيت بالعمالقه دول في مسرح الجامعه الامريكيه والناس دي هامبل قوي. انا زهقانه جدا من الهامبلنس بتاعتهم على فكره. انا دخلت المسرح بسبب لما شفتهم على المسرح. لا بولا ده مجنون مثلا، هنتكلم في الموضوع ده اول ما ناكل الفسيخ. مجنون مش تالنتد، ده موضوع عادي. مجنون جوده تمام بس هو في حته يعني فريده او مش قلت انا رجاء الجداوي يعني احنا في حته تانية، احنا بقينا مدام رجوقه مع بعض. انا وشهد اخدنا اول كلاس مع بعض. انت فاكره؟ ايوه اول كلاس. هي كانت واحده داخله بريش ما اعرفش ليه، وكان الكلاس بدري الصبح. تلبسي ريش في كانت الجامعه داخله لا بس كانت جاكيته فانكي قوي، كانت في الشتاء وهي كده لابسه جاكيته وفيها سنه ريش كده بتاع. حسيت اللي هو انا عايزه ابقى صاحبه البنت لا فقالت لي قلت لها انت شهد هنعمل البروجكت الجاي مع بعض. والله العظيم لا لما نخش في الفسيخ هنحكي لكم اكتر. ابتدوا في الرنجة. هيلب يور سيلفز. يلا طبعا. انا مش بعرف اعزم وانا ولا هنا ولا مش انا بعرف بعرف اوكي حالا يلا. رينجا بليز. انا هخش على الباستا سالاد الاول. ماشي ممكن فيز 1. بسم الله. انا همشي معاكي. ايه ده انا دخلت في رينجا انا كده انا مش همشي بقى. انا باستا سالاد. بيبي. عايزه بس اطلع لك الدهاريز من بصي يا تحت. جماعه البطروخ خلاص ما شاء الله. ايه ده؟ ايه الناس دي؟ ايه الرنجه دي؟ وات از جوينج في بقى هنا بصل اخضر وليمون اللي عايز طبعا يعني بقى ايه؟ استسمحك في ايوه لا اوكي ايوه حد شهوده يعني عشان اعرف اروح الهرس عشان تعرفي تروحي الإرث. عشان بس هو يعني اصلا الرنجه بتتاكل بعيش غير ايوه بلدي. طبعا. لا بس في شامي ده شامي للشياكه يعني. طب والله يعني عشان شيك. بحب بلدي الصراحه. لا الباستا سالاد طلعت بنت ناس جدا. لا نسمة البطروخ ده يستاهل بق. افتحي بق. عايزه تجيبي تروما. لا ايه ده؟ طبعا انا كمان عايزه اقول That's باستا caviar man. Really? Level up. Really? Level up. تاني بس لا ايه ده هي في الكومنتات تحت العيال دي من ايجيبت اكيد من مش ايجيبت. فاهمين اصلا احنا بعد فورشور دي خلاص احنا ان احنا من العادي يعني. آه. بلاش نقول بقى عشان مناطق في ناس طب بتحسسها. مبدئيا السالمون والرنجة مش طبيعيين. بالهنا طبيعي. والشفا. هي منين السالمون والرنجه؟ من اوت اوف ذا بلو. أوكي. ده الفاميلي بيزنس يا جماعه، ده مش اعلان، ده كامبين بالانجلش ده مش إعلان. اختي مهدداني يعني. لا هو بجد يعني الاوت اوف ذا بلو بقالنا حبه حلوين ان ذا ماركت، ويعني بنشتغل على بريميوم الرنجة عاملة إزاي؟ برودكتس، سي فود برودكتس. ففي بقى سالمون ورنجة وبطارخ زي ما انتم شايفين. وطبعا في حلقات اخرى ان شاء الله هنعمل بقى جمبري بقى ان شاء الله برضه جايين فيها كده كده إن شاء الله نبقى الحلقات موجودين. الاخرى تنورونا ان شاء الله. انا عجبني قوي ان انت لقطه الكاميرات. طبعا انا ولا شايفه اي كاميرا من دول. احنا هي كده ابتدت بقى. تلاعب الكاميرا. انا بوري الكاميرا تلاقينا بقى احنا شايفين الرنجه. كونتنت كريتورز بقى. يا جماعه البطروخ أنا مش بقول كده عشان البطروخ البروجرام، ما عارفة؟ تتكلموش معايا. لا إيه ده؟ حقيقي يعني انا بصراحه مش اكيل اصلا سمك برضو زيك، بس يعني عادي يعني. بس لا يعني حقيقي شكرا بالاحتواء المرعب اللي موجود في الاكل ده. يا جماعه انتوا بحسوا ان احنا بناكل اكل عمرنا ما نقدر ناكله واحنا بنبرفورم او احنا مستحيل. مستحيل طب أقول لكم يعني بقى احنا عندنا حاجة؟ بروفا لا، لا، النهارده. لا، انا أنت أكلت بعت قبل كده. قضيه بروفا انتوا النهارده عامة دي بتاكلوا ايه في وقت ما بتكونوا عندكم هوا بروفات او الهوا نفسه. بناكل هوا. والله يعني لا بناكل بس performances مش بس بعرف. بيبقى ممنوع يعني بيبقى ممنوع تاكلي حاجات كتير قوي يعني ولا اكنه دايت. يمكن عشان كده تقريبا كلنا بنخس بقى وقتها ولا بس موت. انا ببقى في احلى فورمه. بيبقى لو ممنوع تاكلي اي حاجه البان. طب ليه ممنوع؟ ممكن تشرحوا لنا ليه ممنوع؟ والله مش عارفه هم قالوا كده وقلت لهم حاضر. البان ميك سنس. البان ما هو حمام يعني انت مش لا هو يعني هي عشان اكتر البروتين.
البان وسويتس، لان هم بقى ايه بينشفوا الزور الزور. خصوصا السويتس يعني. وزياده ينسون كتير، يعني بالظبط. لازم ينسون but not too much ينسون. يعني انا في يوم شربت 11 كوبايه ينسون. يا نهار لا، إيه. يجيلك لا كتير قوي. بتغني ده أوبرا؟ لان أنا انا مش اصلا فاهم. كنت تعبانه موت، واللي هو انا كده كده ما احنا ما بنمسش المايكات، فاحنا وكان ملك جبر ساعتها 300 كرسي بقى للدنيا، ولازم صوتي ملك جبر ده اسم المسرح. عندنا في الجامعه، ولازم كان بيبقى فرانك المخرج دكتور عندنا في الجامعه بيقعد في اخر كرسي في المسرح وهو بيرهرس. يقول لنا لو مش سامعك انا وانا قاعد في اخر كرسي ده كل الريهرسل يبقى انت ما جيتش اصلا، انت مش معانا المسرحيه دي. فاللي هو لازم نبروجكت بقى ونتنفس فاكيد ما فيش وقت للاسماك والالبان والبطارخ أي أكل أصلاً. يعني خلاص. يعني اكل في الخفيف كده بقى، فاكهه سالاد بتاع. طبعا احنا في اوقات سلطات تمام، سلطات تمام، بروتين تمام، كل ده يعني تمام عادي. طبعا بيبقى فيه كنا برضو شباب وغير مسؤوله، فهتلاقي طبعا. دي بقى لاحظناها على كبر بقى. إن أكل لا عادي نطلب كنتاكي، ده بقى انا هبل بقى. عيال ضايعه يعني لما على كبر بقى فرق فعلا. لا مع السن بقيت مرة أحس بفرق. أكلنا كشري. لا فور شور بتفرق جدا. دي كانت لا، والله طيب، فاكرين والله دي كانت غلطة. فاكرين الغلطة. اللوزي الله يرحمه، دكتور لوزي الله الله يرحمه. يرحمه. ده عمود بقى طبعا، ده عمود من عواميد الجامعه الامريكيه يعني. كان بيمنع ان حد يشتري من مكان معين في الجامعه بيبيع اكل معين، كشري وكبده ومش عارفه ايه. ده اللي هو انت يعني واكل قبل ما تجيلي منه ما تجيش، خلاص. يعني انت ما فيش اتندنس ليك النهارده خلاص بره. عشان انت واكل من المكان ده، وانا مش هعيش بقى معاك في الهضم ده خالص. في بينك ليمونيد على فكره، حد عايز بينك هي ليمونيد؟ الدنيا عايزه كده حالا. طب احكوا لي ميموريز كده من الثيتر. احكي لك ايه سوري؟ حد عايز ميموريز عامة مع كل انتوا التلاتة مع بعض ممكن قوي. حاجة كوبايه حصلت. بولا بس ماشي. عايز بينك ليمونيد يا بولا؟ ممكن يلا انت امسكي. داخله على اي كوبايه اي معلش يا حد بولا، انا كده. اصلا ممكن ابدا اكل من طبق عادي يعني، مش اتفضلي. اي حاجه هتوقفني النهارده. اتفضل. ثانك يو. وده عايزه تاخدي نفس الكوبايه عشان عارف عندك حساسيات. احكوا لنا بقى الميموريز اللي عندكم في ثياتر، او يعني what are you missing the most I think. انا عايزه اعرف حاجات انا ما اعرفهاش عنكم، لان احنا برضو لم نلتقي في اي يعني. انا وبولا عملنا مسرحيه مع نفس بعض، المسرحيه. بس انا وانتي عملنا أيوة. عملنا كانت دايركتنج سين. لا وعملنا مسرحيه هي كانت حكايه علينا، بس ايوه ما ايوه يعني ما كناش مع بعض اللي هو مش في نفس السيكونس كده يعني. كان سيكونس اولاني كان انا وشوربه وعلي الشربجي، وبعد كده السيكونس التاني كان انتي وترنيم وجبلاوي وكريم حمد ويوسف ويوسف سقراط. يوسف ايوه يوسف سقراط، وبعدين التالت كان منا وليد ورينا صقر ويارا عادل. ويارا عادل 3 قرشانات بقى، حاجه بقى. لا دي لا كانت لا لا ده كان ريل بقى مش مسرحيه يعني، ده كان ريل بنشوفه على انستجرام. كانوا 3 بقى اخوات في بعض، وفور سام ريزن كلهم شبه بعض يعني، معرفش ده كان لا إيه. هم ساعتها لحظتها ما حدش فيهم شبه التاني في الحقيقه، بس هو لحظتها قلبوا قلبوا ايوه. عملت مع فريده يا نهار اسود لاندري اند فيربن، فاكره؟ دي كانت هو احنا كنا بنعمل ايه الاكسنت؟ كانت ايه بص هو كان كان المفروض نعمل الساذرن اكسنت. اوكي بس يا لهوي طلع بس بس انا حاجه دي صعبه جدا صعبه جدا، وانا وشهد عندنا كونسبت اللي هو احنا نقدر نعمل اي حاجه. اوكي ساعتها يعني ما عملناش فالمخرجه نفسها نفسها اصلا. ده كان اللي هو كلاس دايركتنج. هو بيزيكلي يعني هم بيجيبوا مخرجين يتدربوا، فبيجيبوا ممثلين ويعملوا سين من مسرحيه بالظبط. فهي نفسها قالت لنا مش لازم تعملوا ده. انا وشهد لا يعني قصدك ايه يعني؟ قصدك ايه يعني؟ صح لا ماشي. لا صح. يعني في ايه بقى؟ فبنوريها مرتين يعني، مره وبعد كده هي تاخد فيدباك كمخرجه وبعد كده نعملها تاني. اوكي بعد اول مره فرانك انا فاكره جه قال لي لوز ذا قال لي فريده لوز ذا اكسنت قرف مقروف لا يعني، مش ولأن قادر هو يستحملنا. هو يعني هو كان اللي هو انت لو ما يعني ما عملتي كده تاني هخرجك مش بره. عايزين وبعدين كان غالبا احنا فاجئناهم بقى ان الفاينل بيرفورمانس كان بالاكسنت. برضه ليه عملتوها كده؟ برضه ليه صح. كده؟ برافو وبعدين والله. هو مش كلاسنا احنا، ده دايركتنج، ده كلاس الدايركتنج، واحنا عال عليهم جايين يتعاونوا معانا يعني جايين نساعدها مبوظنا لها السين تقريبا. كارثه. بس لا بس كانت تحفه. لا كانت هبل، كانت حلوه قوي. بولا بقى الحس الشق المجنون. في تجارب مجنونه شويه بصراحه. الحمد لله ممكن كنت نتكلم ايه اكتر حاجه عشان مجنونه؟ انا دي انا بالنسبه لي انا شفت المسرحيه
احنا غالبا هنقول نفس الواحده. طب نقولها في نفس الوقت ماشي؟ 3 2 1. اوعى تعمل فيا حاجه. لا فكك مني، انا مش هخش في الموضوع ده، قول عليه. احنا مسرح مع بعض مش تخش معايا جماعيه. خش معايا جماعيه وانت ساكت. يا جماعه مدخلاكي الجماعه الجايه بقى، اخش انا بولي ومتجوز، أيوة. انا بولي ومراته. صح، يلا بينا. تعالى متجوز. لا انا روليه كده. خد بقى من الحلوه دي. أيوة، يا لا. قول لنا يلا يا نسمه تغذي يا نسمه. في لا انا بالنسبه لي اكتر واحده بصراحه، انا حاسس ان انا كنت One of my favorite محظوظ. plays اللي شفتها محظوظ عامة. ان انا مريت بحاجه زي كده بصراحه. كنت بلعب دور ايزاك نيوتن وهو صغير، يعني قبل ما يبقى مشهور. واو. هبل يعني لا عايزه المسرحيه دي كانت بونبوني يعني دلوقتي في الكاميرا. كانت اللي هو كمان فرصه، يعني بحس في هي الجامعه برضو، مسرح الجامعه ميزته ان هو الناس تبقى فاهمه غلط قوي عنه، بس هو جاي هو يعلمنا اكتر. فممكن ناخد حاجات على مدار السنين والتاريخ ممكن ما تبقاش حلوه او مسليه او كده، بس هي الفكره انها ايه، عشان نتعلم نعرف بقى ازاي يعني نعمل شكسبير مره، حاجه جريك تراجيدي زمان جدا كده. بس للاسف ما كانش في فرص كتير ان نعمل حاجه مودرن ودلوقتي غير المسرحيه دي بقى، دي كانت روشه. فكان بقى المفروض يعني اكتر حته بقى خناق اللي هو في المسرحيه انا يعني ايزاك نيوتن وساينتست تاني برضو. فبيحطوا كان حمزاوي. شاوت اوت لحمزاوي. شاوت اوت حمزاوي. قد كده حمزاوي كده حمزاوي وجيمي وساره شاذلي. قد ساره شاذلي وجيب لا الشباب. سبيكينج اوف ساره الشاذلي هي سبب اننا مش هتتعرفنا على بعض. بالظبط بجد ايه ده؟ الدنيا صغيره قوي يا جماعه. لا زياده. مش قريبتك؟ يعني مش لو قريبتي. الدنيا مش اصغر من قريبتي، كده. بس هي قريبه هشام خرمه، وانا كنت بشتغل مع هشام. ايوه وكنا عندنا انترنشيب، بالظبط. وشهد جات لنا اول ما اتخرجت. بصوا ساره شاذلي كتبت على ريت اي سي بروفيسورز if you're interested to work with a celebrity وما قالتش مين. طبعا انا الوحيده اللي انا بقى، وحتى السي في يلا ساره انا مش عارفه اي حاجه اصلا عن اي. جات لقيت انا السليبرتي. دخلت نسمه. طب اكيد مش عارفاها، ممكن تبقى مثلا ستايلست او ممكن تبقى بقى ايكون. انا مش مهم، انا جايه معاكم كده هشتغل، يعني هشتغل وشاء القدر وشوفوا السنين انتمنا بقى on the spot يعني. خلصت كده. لا جماعه المسرحيه دي مع انا هقطع وانا بتكلم عن مسرحيتك، ايه رايك؟ يعني هتكلم عن جواك وهاكل من طبقك كده، وهاكل من طبقك وهاخد اللي بيكلموني. اديلها البلوت تويست بس. يلا ارجوك ممكن ياخد اللي مقفول. ده النص بتاعي على فكره. الراجل نفسه يدي البلوت تويست وانا اللي هيشمن عليه. فهم بيتناقشوا في زي ثيري معينه، نظريه معينه في الضوء ومش عارف ايه، فبيقرروا ان هو ايه، ايزاك ده هيحط دبوس في عينه ويتني عينه. ودي مكتوبه بقى وكده، وهنعملها بجد بقى. بجد هو هي وهي دي هو ايزاك نيوتن عمل كده فعلا يعني يحاول يعني يتني عينه، لو انا مش غلطان يعني يحاول يبند الاي شويه عشان يشوف الاضاءه متكونه بين ايه، على حاجات كده مش لازم نخش فيها، حاجات انا مش فاهمها قوي بصراحه، مش اختصاصي قوي. فبس فجينا بقى نعمل ده في المسرح بقى. فده بحس ده اكتر حاجه سحريه في الموضوع، يعني اللي هو ممكن انك تتحطي في موقف زي ده والموضوع بيبقى اهبل جدا، وشويه سوليتيب ودبوس وظبط زوايا وبتبان انها عاديه. السين كان انا السين دي تقريبا يعني كنت يعني نص عيني مقفول، يعني لا هو كده بعمل كده. بس هو احساس انا بقى يعني كان صعب قوي، لان انا ما ينفعش اتحرك خالص لمده عشان البتاعه دي هتقع عادي جدا. فلو دي وقعت المسرحيه باظت. لا مش غير فتحه العين، هو انا قاعد على الكرسي والبتاع متلصم بالعافيه. يا سلام بقى لو ايه لزق مع العرق بقى يبتدي ايه يفك. فانت بقى عندك البتاعه دي عماله تعمل كده، ودي لو وقعت المسرحيه باظت. يعني انا مش عارف اصدق، يعني انا مش هصدق، يعني انا والله انا مش مستعد للحظه دي. فايه فالبتاع بتتسرسب وانا متقدر بقى كده. يعني انترستنج اكسبيرينس بصراحه. بالنسبه لي المسرحيه دي كانت لذيذه. لا انا المسرحيه دي تقريبا لا اللي قبلها كانت سبرينج اويكنينج. هي دي كانت قبل سبرينج اويكنينج. لا عايزه كانت بعد بعد انا اول مسرحيه شفتها كانت سبرينج اويكنينج. دي يا جماعه كانت مسرحيه فيها 40 بني ادم تقريبا، حاجه كده. احنا كان كاست كبير قوي، الكليه زي ما هي فيها تقريبا. سيلكت اول كده، حطوا الدفعه يا جماعه في مسرحيه. والمسرحيه كانت بطوله ايمان ثابت، شاوت اوت برضو ايمان ثابت، وكل الطقم يعني مكان رهيب. وفاكره كويس جدا كمان ان كان فيها تميمه حافظ، وكنت منهاره بقى ان تميمه شاوت اوت لتميمه بقى كله يشاوت اوت يا جماعه، عشان احنا ورانا شاوت اوتس كتير قوي. انا عايزه الكاميرا زاويه لوحدها شاوت اوتس بس. وكنت مش مصدقه. وداريا شوقي صح كانت بترقص كده برضو. خلاص شاوت اوتس بقى خلاص للدنيا.
كنت مش فاهمه يعني ايه الاليمنتس دي كده بالعدد ده كله سينكرونايزد وبيرقصوا في نفس الوقت، واللي بيطلع واللي بينزل. وعادل متولي وقع تقريبا. عادل متولي على طول بيقع. عادل عادل متولي في مصر شاطر اللي وقعت عادل يعني قبل عادل كمان. لا يعني عادل متولي وقع رشق زي ما هو. بس ده كان في ريهرسل صح؟ مش في البرفورمانس برضه بس المسرحيه. لا حول حبيبي يا عادل لما قال لي كده. المهم ان انا ما كنتش فاهمه ازاي اصلا في كده. وتميمه بقى طلعت باك ستيج اللي هو بقى استنيتها ليه بعمل ايه الهبل ده اللي استنيتها واللي هو مش مصدقه بجد. وبعدين لقيتها ان كوستيوم، كنتش مصدقه ان انا كاني طفل اللي بيشوف البني ادم من التلفزيون. كاني لفيت ورا التلفزيون لقيتها خلاص. فانا بقى لقيتها بالان كوستيوم كنت هموت. رحت بقى قلت مش عارفه اتكلم معاها كاني شفت ميري ستريب مثلا. انا مش شفت ميري ستريب برضه ما كنتش عارفه اتكلم، بس اتكلمت عن لما شفت تميمه. ليه؟ هي بيست فريند عادي مفيش مشكله. ما كنتش مصدقه ان هم بيتكلموا عادي. بعدين قلت المسرحيه دي برضه كانت كانها ديجا فو كده، كانت حلم. مسرحيه بولا بقى كانت في المسرح الاصغر جيرهارد، فكانت فيري انت كنتي معاهم جوه يعني اكسبيرينس. يعني احنا العرق اللي بولا بيتكلم عنه ده انا عارفه هو احنا شايفينه مش يعني انا ممكن امسك منديل يعني اساعد بولا واكمل عرض عادي اكمل اتفرج. المسرحيه دي كان بالنسبه لي العيال دي مخها كمبيوتر. بتحفظوا كل ده ازاي؟ لا وفي حتت انتوا يعني مش بيتنافسوا فيها يعني هو خالص. كنت كانوا بسرعه قوي كانوا بتدسوا بعض. بس كانوا بيتكلموا بوضوح يعني. انتوا كنتوا بتتكلموا بسرعه جدا بس انا فاهماكوا الوقت كله. رهاب انتوا كانكم متمرنين علعلى التانج تويسترز بالشكل اللي هو الرخم. هو انكم العيال المتفوقه قوي اللي هو ما بتتلعثمش في ولا حاجه. كان في مونولوج عمال يتقال لساره شاذلي بالايرش. ايوه ايه ده بقى؟ لا خطار بصراحه. دي المسرحيه اللي انت بتقولي دخلتي ماينر ثياتر دي ودي بالظبط بقى ماينر ثياتر معانا صح كده بالظبط كده. كل ما كده شفتي المسرحيتين دول حسيتي انك عايزه اصلا تبقي بارت من العالم ده. انا ممكن اجي اشيل معاكم الشنطه. وبالفعل اول حاجه دخلت اللي هو انا داخله عشان اتكلم فيها ان انا عايزه اشيل شنطه يعني عايزه اشيل معاهم الشنط. فاتخذت في سيما اونطه اشيل الست. ايوه خلاص. انا سيما اونطه كنت اتفرجت عليها وانبسطت قوي. كنت ساعتها دخلت المسرح وكده حسيت اللي هو الله ايه المكان ده وايه كده. ورحت ساعتها لما اخدنا اول كلاس مش فاكره يعني بالظبط الوقت بالظبط حسيت اللي هو سيما اونطه كانت صدمه برضو. يعني دي كانت عربي بقى واخراج لوزي برضو الله يرحمه. فكانت برضو العربي بيجي كده ياخدنا كده باي سربرايز كده يحسسنا ان في شويه عربي برضو في الحياه عادي. لا كانت برضو من المسرحيات الثقيله. كريم الألفي بقى ده جوز ساره شاذلي دلوقتي. شاوت اوت ساره شاذلي كريم الألفي دول اول اتنين. اتفضلي. الاي سي بقى لما زمان وقت ما انا كنت موجوده فيها بص هو فرق قد ايه. بس هو في اولا السي بي ال زاد فكره الكوميونتي بيست ليرنينج زادت فبقى الليرنينج ريتش اكتر. فعايزه اسالكم مبدئيا انتوا اخدتوا اي ثياتر كورس سي بي ال يعني حاجه فيها انتوا داخلين قوي في الكوميونتي او ده بتعملوا بروجكت هقول لك داخل كده اصل ده في ليرنينج كده مختلف. يعني في ليرنينج طبعا اللي بولا اتكلم عليه اللي هو جوه والانتراكشن مع الاودينس والبيهايند الكاركترز بقى والسايكولوجي والحاجات دي كلها. بس كمان في اللي هو learning from life على الحقيقه عشان تقدروا تمثلوا الحاجات دي بقى في كاركترز. فاهمه مش عارفه لو اخدت حاجه. بصي كان في كورس اللي هو تقريبا يا اما كان وورلد اوف ثياتر يا ثياتر ان ذا ميكينج. مين اللي كان فيهم؟ بيبقى فيه 4 big chapters كده of bulk group work. مره على اللي هو ان احنا نسيت ديزاين. والتاني كان كوستيوم. والتالت كان I think playwriting. ورابع big chapter كان acting. وده غالبا خدته مع جيلين انا فاكره. مش ده بقى يبقى ده ثياتر ان ذا ايوه هو ده بالظبط. ده كان الاربع عواميد في الثياتر بتاخديهم كده تشانكس في كورس واحد and then later on بتاخدي كل حاجه بقى من دول ككورس وحدها. يعني السيت ديزاين ده كورس
مع جون تقريبا صح. جون هاوي برضو ده رهيب، ده دكتور مش عادي. هو بقول هاوي دي صح اصلا ولا هوي ولا ايه صح؟ يلا كله على الله. جون وي لاف يو. فكان اللي هو انت الكورس ده بالذات انا فاكره ان كنت حاسه ان ورايا الدنيا كلها، ورايا حاجات كتير، ومعايا جروب كنا بنختلف من كل حاجه لحاجه ولا كنا لا كان بيقعدوا يخلونا نشتغل مع ناس مختلفه كل جروب. فده بقى كان كانك خدتي بثيتر كله في كبسوله في حبايه واحده بس. ونتعلم بقى من بعض وعشوائيه بعض. وبرده كان حلاوه الكورس ده انه الكتيف، انه الالكتيف ده اللي هو انت ممكن تبقى من اي ميجر في الدنيا وتعدي تاخد الكورس ده كده صباح الفل يا جماعه انا ميكاترونكس ميكانيكي عادي وبجاي معاكم هنا اعمل الكوستيومز مش اي مشكله. فكانت كان معايا ناس ميجر فيلوسوفيكال ثينكينج، وكان معانا سايكولوجي، وكان معانا مهندسين موت. المهندسين كانوا اشطر ناس في الثيتر بجد. شاوت اوت اسر ياسين ده مش محتاج أيوة مش محتاج شاوت اوت اكيد. اسر ياسين مش حاسه ان الشاوت اوت ناقصاه خالص. لا بس سبيشالي ان سيت ديزاين بس كان بيعمل يعني مسرحيات في الجامعه فعلا. انا رحت أيوة له. هو يعني انا حضرت الاسر المسرحيه في الجامعه. كانت ايه؟ هو كان معايا في نفس الوقت في الجامعه. اوكي. لا مش فاكره كانت ايه، بس كانت حاجه بالعربي. اوكي بس ده بقى في الكامبس القديم صح؟ كنا في القديم في الفلكي. لا مش في الفلكي، حتى في كان في المين في المين. مهم يعني انه انا اتفرجت على المسرحيه دي متاخر. يعني وانا بتخرج كنت خلصت كل الاكتيفز بتاعتي وخلصت كل الميوزك. واخد ليه بياخد ميوزك يعني؟ انا النوته ايه اللي عديتها وهعرفها ولا اي حاجه. طبلة يا نسمة. انا كنت هبقى فيه لهلوبه بقى بص الطبله ده بص الاقي نسمة في شرموفرز على طول بالظبط. كنت بقيت الدرامر في ثانيه والله ما خدتش فرصتي خالص. تامر هاشم ايه نسمة موجوده الدنيا بخير. انا موافقه الباك اب بتاع تامر هاشم في كايروكي يعني مش اي مشاكل. لا بس لو كنت حضرت بدري لا كنت ديفنتلي عملتها، لان الانترسكشن ما بينه وما بين سايكولوجي كبير جدا جدا جدا. السايكو دراما والحاجات دي كانت هتبقى انترستنج قوي. بس ما حالفنيش الحظ اتخرجت بقى ما انا عايزه اقول لك انا كان نفسي اعمله بقى ميجر يعني. انا اصلا لما صادفته أيوة طبعا. بس انا كنت بموت في بيت يعني احنا باك كنا بنتفرم وبعد كده بنروح نتنفس. ايه ده احنا كلنا كنا باك. ايوه اوكي كلنا كنا سكول اوف بيزنس. انت عارفه انا عمري ما شفت شهد دي غير في عند المسرح وفين في بولا برضو. او هتلاقونا ساكتين رايحين لبي في اي اللي هو احنا المبنى اللي احنا بندرس فيه بيزنس اول الجامعه، والمسرح اخر الجامعه. سمانة بقى محمد صلاح بتحصل في النص كيفية بقى سمانة روبرتو كارلوس ما بين المشي بقى. هي ماشية بقى عمالة امشي وبعدين في صمت وفي اللي هو ما حدش بيتكلم مع اي حاجة حوالينا. وش صباح الخير اللي جنبه خالص يعني. اول ما نخش بقى مسرح وحشني فجأة تحسي لا انا فنان انا مش طايقة مش طايقة. طب عايزه اسالكم البنت دي حاجه. هتودينا في داهيه. طبعا هتودينا في بدايه خلاص. السوداء هنقصقص بقى هنقعد نقصقص. انا بحس ان الباك ستيج ليه كده ماجيك اون اتس اون. انا لما اشتغلت في المزيكا كنت بالنسبه لي فقره الباك ستيج دي من احلى الفقرات اللي في اليوم، والناس بتورم اب وكده. عندكم ميموريز كده لذيذه في الباك ستيج؟ يعني خش كنا بنورم اب اوكي والايد دي هي اللي كانت بتساعدنا نورم اب. كنا بنورم اب كمجموعه كبيره وكانت دي الاسيستنت دايركتور. اسيستنت دايركتور. شاوت اوت ليلى غنيم. كانت ليلى غنيم وكنا كتير قوي. كان عددنا كبير يعني. هو الكاست نفسه بتاع 14 بني ادم. وبعد كده شمينا ريحه شياط. اوكي وساعتها بقى اللي هو كنا متاخرين ومحتاجين اللي هو نبتدي، وما كانش العرض بس كان يعني وارم اب بس يلا مش عارفه ايه وكده. كنا بدانا لو احنا بنعمل وارم اب عاملين نعمل كده كله يركز وعامل كله يركز. بعد كده مره واحده شفنا شياط جامد قوي ونار. وبعد كده الفاير الارمز اشتغلت. وطبعا بقى ايه مفروض الطبيعي ان انت لما بتسمعي الجرس الانذار ده بتمشي صح؟ احنا كلنا هناخد حاجتنا الاول. لا مؤاخذه بقى لابتوبي لا عشان يعمل الفاينل يعني. لا قعدنا لا. وبعد كده كان منظرنا كان لسه الفول كوستيوم ما جهزش بس كلنا لابسين الجزم بس عشان نبتدي نتعود عليها. والجزم بقى احنا بنعملها تقريبا في الاربعينات ولا الستينات وكله عمال يتزحلق وهو بيجيب الفاير.
وحتى الولاد لابسين جزم اللي هي برضو زي بتاعت فيها البدل كعب دي، كده فيها كعب سنه، وكله ماسك الفاير الارمز اوكي وبياخدها تحفه. فدي بس حاجه افتكرتها. هي طبعا مش عارفين هي ميموري ولا تروما. هي حاجه طبعا الحمد لله يا جماعه، بس ما حدش حصل له حاجه عامه الحمد لله. طب ايه اكتر حاجه يو جايز مس؟ لا طبعا ان الواحد كان يقدر يجرب حاجات كتير مختلفه في ببلاش كده، اللي هو صباح الفل يعني، مش ببلاش قوي يعني. ايوه كنت عايزه اقول لك يعني ما بلاش مش ببلاش قوي، بس انا كنت بحب ابص عليها كده، اللي هو انا جاي عشان اتعلم بفلوسي. لا بصراحه هي وقفه باك ستيج دي برضو بتبقى حاجه تانية يعني، اللي هو بحس اللي هو اكتر حاجه وحشتني ان احنا بنبدا مسرحيه او كده، ويا سلام بقى لو في ناس جديده، دي بتبقى احلى حاجه بالنسبه لي. بنبدا كده اللي هو عادي ما نعرفش بعض، بعد كده واحده واحده بنكسر كده حواجز، وبيبقى فيه كده ثقه وبيبقى فيه ارتياح، ومفيش حد بيحكم على حد قوي. لما بنجو ثرو بقى البروسيس ده والتمارين دي او كده، ونبقى كلنا مع بعض، بتعمل بوند كده بصراحه ما بتتعوضش يعني. لو وبحس ان احنا بنعرف حاجات على بعض اللي هو ممكن مش شرط اللي هو في النورمال لايف ابقى عارفها او شايفها او كده. فدي اكتر حاجه بقى. انتوا بيبقى عندكم ريهرسلز بتبقوا عايشين مع بعض 3 شهور مثلا، صح؟ 3 شهور بنتقابل اولموست كل يعني اولموست. الكاست بيشوف بعض، الكاست الجروب بيشوف بعض اكتر من اهله يعني. كانت مينيمم كانت شهرين، دي كانت اقل فتره يعني، كان فول او حاجه ايوه حاجه بتبقى في الفول تبقى اقصر شويه. اقل فتره كانت شهرين، وكل يوم ما عدا الثلاث والجمعه مش بنريهرس 6 ساعات. فاحنا خلاص احنا كل حاجه في حياتنا بنعملها مع بعض يعني. فاحنا احنا بنسقط بنبقى مع بعض، بنسلم بيبرز بقى حوالين اللي بيحصل ده كمان مع بعض، ورانا فاينلز عادي جدا، وبنمتحن والناس مش عاجبها ان احنا هنا اصلا. فاحنا اللي هو مش العيشه مثلا عايشه، احنا مش هاي سكول ميوزيكال، احنا في مصر عادي الدنيا جميله وفي استقصاد وفي حاجات مش حلوه خالص، بس اللي بيحصل ده كان بيبقى رهيب رهيب رهيب. وفعلا زي ما بيقول بنعرف عن بعض حاجات due to vulnerability بقى اللي بتحصل، لانك مش هتقعدي عدد الساعات ده غير لو هنبان، وبلس ان احنا مش هنخترق الكاركترز دي ونفيل ذا شوز غير لو احنا هنبان برضو ونتمعن قوي ونذاكر قوي. وكان احلى حاجه في الدكاتره عندنا بصراحه ان هم كانوا educational فعلا بذمه بضمير جدا يعني. ما كانش فيه الاليمنت اوف هايله انت في الكوميديا دمك شربات ولا دمك ولا شربات، مش عايزه اعرفك، انت تيجي تعملي اوديشن ونشوف انت فيت if you fit the character you take the character. ناس عمالقه يعني ما كانوش بياخدوا الادوار ملهاش، احنا جوه دماغنا اللي ثبتناهم عمالقه، هم مش fit for the role. فموضوع البينج فيت فور ذا رول والاوديشنز والراوندز من 120 شخص ل 60 ل 30 ل 6 لحد الاعصابنا دي اصلا بالحاجات اللي بنذاكرها، بكم الريهرسلز، بكم الكاركتر ورك، بكم بقى طيب خلصنا الكاركترز داينامكس بقى بتاعتنا. كانش فيه يعني الداينامكس بقى ما بين كل كاركتر وكاركتر، the amount of work برضو knowledge اللي كل حد جاي من مسرحيه قبله بيها. مثقفين قوي برضو كانوا، انا برضو كنت جايه اللي هو مساء الخير انا عاطف جايه اشوف الماس الكهربائي اللي ضرب في وشكم اخباره ايه يعني انا ببقى جايه معايا يعني شنطه بس ده حلوه قوي انا كده جاهزه جدا. لا هم كانوا بيبقوا مذاكرين قوي ودارسين قوي برضو. اللي كان فينا ميجر كان برضو عنده مثلا معلومات، اللي فينا ماينر وهيموت بقى ويبقى معاه معلومات، فممكن يبقى عنده معلومات اكتر من ميجر اصلا. فكانت بيج بازل كده مش مشاركه بعضها ومفيش بقى اللي هو مين خد الدور من مين، مفيش تتعلمي قوي يعني. انا اكتر ناس اتعلمت معاهم الناس اللي اشتغلت معاهم. ايوه نفس الكلام يعني يعني كنت حتى بشوف مثلا اللي هو يعني كل واحد بيريسيف الدايركشن ازاي وازاي بياخد المعلومه وبعد كده يطبقها. يعني كان بالنسبه لي ده بس حاجه يعني حتى لما بتشتغليش في مشهد انت مش فيه كان كله بيبقى قاعد، يعني بيبقى قاعد يعني اللي هو مش اللي هو سوري ده مش وقتي خلاص او ده مش سين بتاعي هروح اكل ولا اروح يعني بيبقوا اللي هو كله قاعد عشان
جاسم بقى احنا ده احنا اللي هو بس اتصدمنا بقى هو طبعا الواقع ما بيقولش كده خالص. الواقع بقى بس هو لوزي الله يرحمه كان مرسينا برضه، هو قال لنا يعني انه ايه ان عادي جدا مش الحياه بقى انسوا عادي يعني. هو طبعا بقى فرانك جيليان كده ناس اجانب برضه في حته مع نفسهم. لا لوزي ده من الاخر يا جماعه ما فيش مثلا مخرج ممكن يدايركت عادي، انت ممكن تيجي انت اللي تكتب حاجتك مثلا. فده برضه ساعدنا لان الاكسبكتيشنز ان احنا بنذاكر بالسحتوت السكريبت لان كان في رويالتيز شاريينها على السكريبت دي. وكان في غرامات بتدفعيها لو انت قلتي يعني طلعتي بره السكريبت. يعني انت سبوتي يعني اوكي لو غلطتي في يعني ما بين كلمه وكلمه تمام، بس انت المفروض انت عندك نص وعندك مسؤوليه النص ده تقولي. وفاكره ان احنا كان احيانا كانت جيلين بتعيدنا السين ده كله. يعني لو قلت الاند مع الاور مثلا مفيش الاند مع الاور اللي هو كان وقتها ستيج مانجر برضو تقيل شويه بس يعني اللي هو احنا الحاجه دي ما فيهاش تحوير، ما فيش اللي هو خش بس كده خش فيش حاجه اسمها كده. في ان احنا لانك انت في احترام ان اللي حواليك they did the work، فما تخيشناش. المسؤوليه هي في الاخر اتس ريسبونسابيلتي وريسبكت. لا كمان بترجع قوي للاداء برضو، الكاركتر اللي انت بتبنيه، خصوصا لو معاكي سكريبت حلو والكلام مكتوب بطريقه معينه. مهم قوي تعرفي طب هي ليه مكتوبه كده، ونبتدي انت تبتدي تفكري بالطريقه دي اكتر، بدل ما اللي هو انا عادي ممكن اقعد كل شويه استخدم كلامي او ارتجل او كده. ماشي ساعات ده بيحصل لما نبقى ناسيين فلازم طبعا عادي. بس هي المشكله بحسها في العاده دي ان بحط نفسي بزياده، فممكن مع الوقت ابقى متكرر شويه. يبقى هو الاخص انا هقولها كده لان ده الطريقه اللي مريحه بولا او مريحه فريده او وات ايفر. فمهم قوي ان انت تفضلي ماسكه في النص عشان تبتدي تفكري في ابعاد الشخصيه دي. هو ليه بيتكلم كده؟ ليه؟ طب ليه ممكن يبقى حد كلامه مكسر او مش دي بتقول حاجه فيها كيوريوزيتي برضه. ان انت اصل لو حد ما عندوش كيوريوزيتي ولا هيخش باي دف في اي شخصيه ولا اي حاجه في حياتي في مجال المسرح، سواء ممثلين، مخرجين، كتاب، سيت ديزاينرز، كوستوم ديزاينرز، مديرين خشبة المسرح. I've never seen people who are not curious. Everyone is so curious. وما شفتش في حياتي انا اتعلمت ابقى dedicated ويبقى عندي discipline من كل الناس دي. يعني عشان انا كنت برضو يمكن في مكان مختلف، او يعني دراستي كانت مختلفه. كان اللي هو احنا عندنا حاجه على قد بنعملها وبنروح الامتحان وكده. دول اللي هو لا ده بيوند امتحان، ده بيوند اللي هو انا وشهد كنا في اللحظه دي مع بعض، فاحنا بجد مع بعض يعني وقلبنا على بعض. كانت دي يعني حتى بعد ما المسرحيه بتخلص احنا كلنا يعني عمري ما عملت مسرح مع حد وما بقيتش اكلمه او اكلمهاش. دي حاجه عمري نادره قوي بجد. وعمري ما شفت حد رايح له في ناس بتبقى رايحه لو مثلا مش طايقه نفسها، تعبانه جدا، يوم وحش قوي، واللي كان بيبقى اللي هو كده فعلا غصب عنهم وعننا وكده. you can see يعني حصل ان they didn't excel مش عشان هم they might be talented. هو اللي بيحصل ان هم they wasted في انه في لقطه معينه. واحنا الدكاتره بصراحه عندنا ما كانوش بجد بيهزروا. يعني انت لو فيك ذره كده احنا لو العرض كمان اسبوع لا بس احنا برضه ما كانش عندنا الهزار ده. ما هو يعني انت فاهمه قصدي يعني كان دايما لما يبقى حد تعبان او حد كده دايما هتلاقي في حد اتسرسب كده واخده واللي هو في ايه في كده اللي هو كذا كذا مش عارفه ايه. يعني دي حاجه اللي هو انا اتعلمتها اللي هو ان انت قلبك على التاني قوي وده ديسيبلين مش اوت اوف اللي هو عشان انا اللي هو انا كان دايما اللي هو انا ببقى لوحدي في حاجه. انا حتى في المسرحيه لما ببقى مثلا في مشهد لوحدي انا عمري ما ببقى لوحدي. يعني انا حتى لو مفيش حد معايا يعني انا عارفه انه شهد دخلتها جايه بعديه فهي واقفه كده ففي لحظه انا ببص لها وهي بتبص. يعني there's a very beautiful shared moment كده that انا عمري شفتها في حته تانية الصراحه. نفسي الاقيها في حته تانية بس يعني يمكن عشان كده عمري ما مشيت من المكان ده او يعني عمري ما منتلي مشيت من المكان ده عشان بحس اللي هو يعني كل الناس جايه اللي هو عندها اللي هو ايوه احنا مع بعض ويلا كان في حاجه برضو كان دايما فرانك برادلي ده دكتور برضو كان عندنا في الجامعه حبيب قلبي فرانك مره قلت له فرانك عن مسرح. الموضوع ده هنتكلم فيه كمان شويه ان شاء الله لما الرنجه تتهضم. كان بيتكلم قوي عن الاونر انك في بتريبريزنت الكاركتر ده in their shoes. شرف انك اصلا بتبورتري ده بتمثل ده. قد ايه انت منعم انك هنا. انت فاهم يعني ايه انت كلير او انت ايزك او انت مش عارفه مين او وات ايفر.
حسي بده يعني فيلت كده within you انك الحمد لله انك اصلا عندك الاوبورتيونيتي انك تفيل هير شوز. That's the magic of it. It's the magic of it. لا والمسؤوليه بقى هي responsibility and بالزبط. the fun او مش هقول fun لان انتوا الكلام اللي انتوا قلتوه كله فيه discipline وفيه respect وفيه يعني core values كتيره قوي مبني عليها الموضوع بشكل رهيب. بحس يعني انا بالنسبه لي من learnings يعني اللي هو it's very fascinating ان الواحد يتعلم الديسيبلين ده والكوميتمنت ده through حاجه زي الاكتنج اللي الناس بتشوفها very entertaining and very fun and كده من بره ما حدش بيبقى متخيل ان وراها كل الكوميتمنت ده وان انت تبقي بجد فعلا you're respecting كل الناس وكل الادوار مش بس دور الممثل واللي behind the curtain واللي جاي يتفرج عليكي مش انه احنا الله ناس جايه تتفرج علينا بس يعني اكتر اللي هو والسولد اوت بس هو اكتر انه يعني لو انت بس حطيتي لحظه اللي هو ان انت جايه تتفرجي دي مسؤوليه تعجبك بقى تعجبكيش another بتاع بس يعني بس فاكره قوي كان مش فاكره مين اللي اي ثينك كان جيمي والله يعني جيمي ده برضو كان خارق شاوت اوت جيمي موت لان جيمي ده بقى حد لازم يديه الحقه باي شاوت اوت دلوقتي كان جميل قوي كان ولد جينيوس الراجل ده بيخش اي مسرحيه انت عارفه ان في بيرفورم يعني في ناس جايه عارفه ان جيمي ده جيمي في المسرحيه فهنروح فجيمي كان مش فاكره والله كنت اصلا هقول ايه بس انا فاكره حاجه والله ما فاكره بس هفتكر واقول لكم دي الرنجه بس دي الرنجه لسه ولا ايه انا بعتقد ان الرنجه بدات تكيك ايه اللي بيحصل انا بشحن كل 10 دقايق واروح طالع كده الاقي نفسي وانام طبعا الاكل الرنجه والسالمون والبصل الاخضر اللي احنا ضربناه ده وبعدين نتكلم في كلام بالدبث والليرز دي طبعا يعني كومبو عنيف جدا بصراحه. بس احنا ممكن يعني لو حد عايز بقى كل حاجه اخيره وبعدين ننقل بقى نريح بقى وناخدكم بقى في احنا هناخدكم على احنا العميق بقى بالظبط احنا بدون مقادير يعني بناخدكم على رحله خدونا على جوه احنا يعني الرنجه والحب اللي بينا دلوقتي السفره المفروض فيها نروح على القعده بس لو عايزه تخشي تنامي نمنا براحتك يو نو كده كده البيت بيتك انت عارفه يعني كده هو ده العيال جاهزه اصلي وانام بقى شويه. طب ايه رايكم في الاكل؟ لا تحفه بصراحه. انا باكل يا جماعه الجبنه فريده الجبنه لا جبنه بطروخ انا اللينجا يعني لا خطيره مش عايزين كده شويه يا جماعه دي ما تتسابش انا تمام هي خلصت هي ما تسابش خالص. ايوه خش على طارق هتاخدي الكبيره ايه ده يا جماعه انا واكله كل اللي كان في النص وانا معاكي يا عشان ده يعني لو حد ناسي احنا بدون مقادير ده لما عملناه كان الهدف ان احنا نبين شويه الاسيتس اللي بتبقى موجوده حوالينا لان مش كل حاجه هنحتاج ان احنا نروح لثيرابيست ونروح لحد بروفيشنال. ساعات الحاجات اللي حوالينا هي اللي بتساعدنا to heal to feel better to overcome حاجات او struggles موجوده حوالينا. فانتوا الباشن اللي انا شفته على السفره وانتوا بتتكلموا على الثيتر بالنسبه لي I want to dig deeper into how did this happen. يعني ازاي الحب مش بس الحب للثيتر بس فكره اتكلمتوا كمان على ان انتوا بتعرفوا نفسكم اكتر وبتعرفوا اللي قدامكم اكتر. ففكره السايكولوجيكال افكت او مش عايزه اقول عليها رحله بس البروسس اللي حصلت وانتوا في الثيتر اللي اتعلمتوا بيها على نفسكم وعلى الناس كده عايزه اسمعها بقى منكم كل الاكسبيرينس بتاعت كل حد عامل ازاي.
احنا بصينا لك انت شاطر شاطر يعني الاستاذه اتفضلي يا فندم. يعني انا معايا دلوقتي ربع رومي انا مش فاضيه لكم انا ولا الرحله، المهم الوصول مش مهم الرحله وانا عن نفسي وصلت خلاص شكرا ميرسي. لا موضوع كبير قوي، ما تبدا يا مولا بقى، انت اول واحد فينا متخرج خليكي في حالك. انت في يعني نقعد نتعزم كده على الرحله لحد ما لا بس بتهيألي فعلا بترجع للنقطة اللي كنا بنقولها عن الشغف والكيوريوسيتي وكده. هي بتبدأ من هناك يعني فعلا. يعني انا بالنسبة لي بحس اللي هو كان وانا بالذات وانا صغير كان نفسي اعمل حاجات كتيرة قوي، يعني اللي هو انا عايز ابقى دكتور بس الموضوع كبر عن كده، يعني اللي هو انا عايز ابقى فقير قوي 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 بقى، اللي هو قحط موت. عايز مرة ابقى انا ليه مش ذكي جدا مثلا، مش خارق، عايز ابقى يعني كده. بس اكتشفت طبعا ان الحياه مش هتديني كل الاوبشنز دي. هي يعني هي حياه واحده، لايف تايم واحده، 50 60 70 80 وات ايفر وخلاص. وبص حاجه محدش بيعمل كده الا الممثلين. يعني لو يعني كذا حاجه على بعض الفتره مؤقته كده. ماشي، انا شيرلوك هومز، انا جامد، انا شبح، انا امبراطور، انا تحفه انا ولا حاجه، انا كل حاجه كده. يعني بسبب الشغف ده بتبتدي بقى تحطي نفسك زي ما انت كنت بتقولي، بحط نفسي في يعني مكان حد او كده، وخصوصا عشان يعني هو بحس برضو الفن زي مراية من الحياة دي، ابسط طريقة ممكن نقولها. يعني بحب قوي ان انا الاقي التفاصيل دي والدوافع ورا الناس دي، افهم اكتر، فبالتالي بتعرف على نفسي اكتر. يعني مثلا لما بتلعبي دور كاركتر فيلن مثلا، مفيش حد يعني مثلا محدش بيلعب فيلن، يعني محدش لما يجي يبقى الشخص الشرير هو مفيش، الشخصيه مش شايفه نفسها شريره، فبيبقى لازم في مبررات ودوافع اللي بتحرك الناس تعمل حاجه بالشكل ده مثلا. زي يعني ابسط مثال مارفل عادي جدا، ثانوس عايز يقتل نص العالم بس عشان الناس تعيش فيه، ده المبرر بتاعه، يعني ده الدوافع بتاعته. فانت بقى بتبتدي تفكري بالطريقه دي اكتر عشان انت يعني تبقي مصدقه اللي انت بتعمليه، وتخلي الناس توصل لمرحله تصدقك وتبقي طالعه من حته حقيقيه. فلازم ما ينفعش تبقي بتحكمي على الشخصيه لو هي فيلن ان هو ده وحش، لا هو ده بني ادم بصراعاته بحواراته ودوافعه. لازم بقى نشوف ازاي هنوصل لده. طب هنا بقى الانترسكشن مع السايكولوجي هنا مهمه قوي في حته الامباثي. لسه اصلا اول ما عايزه قلت اقول كده يعني حسيت اللي بالظبط هو بيقوله ده بيور امباثي بالظبط. فبيساعد بشكل مخيف في الحياه العامه. you take on everyone, you accept everyone بشكل اللي هو احيانا لو حد بره الفيلد ده بالذات، ومش حتى لو جوه الفيلد معاكي بس مش بيذاكر زي المذاكره اللي بولا بيتكلم فيها دي. واحنا يمكن بايست شويه للمذاكره لان احنا ذاكرنا قوي، احنا بتوع المذاكره قوي، واكيد في ناس مش قصدي يعني احنا الاي يو سي بتوع، لا يعني كده بس دي الاكسبيرينس بتاعتكم اكزاكتلي اللي هو يعني هتلاقي الكومن لانجويج بتاعت ان حد يتمحور قوي ويتغلور قوي جوه الكاركتر اللي بيها ان في حجم من الامباثي مش عادي. فاي حد بره الاندستري او الطريقه دي من مذاكرته للفن بيبقى اللي هو يعني انتوا يعني تو ماتش، يعني ما هو الشخص ده مثلا مش عارفه، ما هو ما حدش بيعمل كده، ما هو ما حدش بيلبس كده، ما هو برضو ما حدش بيتكلم كده، ما هو ما حدش بيقول كده، ما هو ما حدش. it's very hectic اصلا عليك انت من كتر ما يعني it's hectic on both ends، ان اللي قدامك مش مصدق تقبلك لكل شيء. ما هو ده يبقى ده نفاق. بصي في قمص هيحصل باي شكل في دي، يعني دي او they take you for granted، يعني ما برضه في الناحيه الثانيه اللي هو بتاع طب انت بس انت عامه بتبطلي تحكم، يعني هو there's a rule never judge your character. انت مش شخص اللي هو هيجيلك شخص كويس او وحش تبي اللي هو ده شخص وحش او ده شخص طيب او ده شخص شرير او ده شخص اناني، اللي هو لا يعني في لان في ابعاد مختلفه. أيوة في الحقيقه يعني حتى في تبي اللي هو لما حد بيعمل حاجه تعصبك تبي اللي هو سنه فاهمه جايه من ايه، او اللي هو بتبي اللي هو انا متضايقه ان ده موقف ضايقني، بس اللي هو يمكن اتفهم ده جاي ليه او ليه الشخص ده عمل الموقف ده او كده. سبيشالي لو لعبتي الدور ده قبل كده، يعني لانك ذاكرتيه بقى وفهمتيه ومش عارف ايه، لو لعبتيه او حد او طلع
قدامك. تقريبا بننتف خلاص من حلاوته. عايز جسمك بيقول لك كفايه. رنجة بكورياندر سكرين شوت. السيكريت انا حاسه انها شطه مش عارفه ايه ليه. بقى كده؟ مش شطه طبعا كان زماني لا مخ. هي بتاع الخضره. الشيء الاخضر ده هما حاجتين على فكره. ريحان ده ولا ايه نسمه دي؟ ملوخيه انا مش عارفه. اصل هي خضار الملوخيه مع بعض. حاجتين مع بعض. كزبره ناشفه. دي كزبره خضراء ان شاء الله. كزبره خضراء. ده سيلانترو صح؟ ايه الناشفه دي؟ كزبره كورياندر. كورياندر اوكي. كده برافو يا شاهد، انت كنتيش ايه ده؟ الكورياندر اللي صبحني من ده عمال اقول كورياندر على فكره انا عارفه من الصبح ده مش جورج كيرت. يلا خدي بقى ده مني ليك كده. في كركم؟ لا كورياندر وحاجه تانية. في تيوميريك. لا هو بس الاخضر. انا كركم هو الأخضر تيوميريك. ما انا انا بجرب حظي بقى. انا بتعلم اصلا القعده دي علام لشهد. ده درس في بيت نسمه. احنا عرفنا ايه الانجريدينت الثاني؟ لا لسه. اوكي عرفنا اول انجريدينت. الكزبره. تاني انجريدينت برضو موارد. لسه هقول هديكوا هند. اوكي سوري عايزه اغششك نفسي عصير. انت عارفه عصير. ليمون. فريده شاطره جدا لان انا هو فيها ليمون بس مش هو ده الطعم مش هو ده اللي انت كده. بتدوري عليه. انا بس فخوره انا بنفسي. الموارد بحطها في العادي بس بحس ان مش ناس كتير بتحب الموارد فما حطيتهاش المره دي. اوكي. بس انا في العادي بحطه. طيب يبقى كده معانا كزبره خضراء. ايوه حاجه خضراء بقى ثانيه. حاجه خضره ثانيه. بارسلي بقى. لا معلش عليت فيها عشان ابان اني بعرف اقول كده. يعني فاهمين قصدي؟ لا منت. احنا ليه ما عرفناش المنت من اول مره؟ انا بنت تصدقي احنا اصلا ما كان في عرفناش الخط. احنا ما فهمناش المنت. كان سبايسي انت انا ما هو ممكن المنت يبقى مديكي يبقى مديني النعنشه دي. هو فعلا كانها فريش. كوبايه انا محتاجه دي حاجه على البحر. ساقعه. يعني انا محتاجه دي على البحر حالا في الشمس محتاجة دي وعايزه في احط البحر. سان بلوك يعني طعم السان بلوك وانا باكل. عملت يا جماعه البنك البنك. الفروت سلطه حطيت عليها أكيد. الزبادي بالتوت الايس اكيد. كريم. انا ممكن اقوم احط عليها البطارخ اصلا مش هيفرق لي. انت فاهمه طبعا يا نسمه. يو نو ذا دريل. مش هتخرج خلاص. للاسف اي نو تو ماتش. يعني انا هروح اريح في الريهرسل والشخصيه والاونر انسى اي حاجه. عشان كده ما بناكلش بقى الحاجات دي. انتوا بقى ما بناكلش الشخصية ايه؟ بتهدم. بناكل الهوا. لازم ناكل الهوا طبعا. طبعا يا جماعه عشان احنا عارفين الايس كريم ما بيقدرش يقعد بره الثلاجه يسود. ممكن نشيله. فحد عايز احط له ريفل. لا عيني لي بس وانا ماشيه هاخد. تاخد ريفل. ما انا عشان شاهد مش عشان هتسيبني انا هحط الريفل وهاخدها احطها في الفريزر. فتمام يعني. بتقول لك نعناع فتحت نفسي. الف هنا. ثانك يو. اقول لك على حاجه بقى. تستاهل ريفل الصراحه. اسمعي دي بقى يا هي نسمه. جميله يا بصراحه. جماعه انا عماله اسرسب منها كل شويه. ما احنا هنسرسب كده حاولت كده. اعملها من غير يعني من Thank you, غير thank اي اكسيدنت. فين ايوه هنا دي حطوها زي ما ده التيزر. تبقى احلى حتت احلى حاجه في الاخر. انا ان لاف وذ فروت سالاد. معلش سوري. حتت. هي خطيره بجد خطيره. بصي يا يا هنا. جماعه انا هشيل شيليها حالا. شيليها دلوقتي. شيليها. ما كنتيش تجيبيها خالص اصلا من الاول حضرتك يعني مش لازم. ما ينفعش الصراحه كان نفسي رجعيها وعمال رجعيها يا نسمه مش كده. اوعي يا نسمه. لا خطيره بصراحه. انا وشفت عارفه اللي هو انا تمام يعني انا تمام كده يعني انا انا تمام التمام. بفكر اقول لهم ان احنا ما نروحش النهارده بروفا. انا هموت وما اروحش. هموت. ايه رايك بقى؟ ولسه بنقول المسؤولين فين الشغف والشرف؟ الشغف بيهدم دلوقتي. مفيش حاجه خلاص. انا عرفت اقوم من على الكنبه دي يبقى انا خطيره حطيت دي جدا. اصلا عشان اسند. بمناسبة هنا بابا بيقول لنا في البيت عشان اختي اسمها هنا برضو الف هنا وشهد. بصي ضحكتهم. هي المفروض تبقى انت انا عملت حته وش اللي هو ده بالنسبه لي نكته عادي. لا مش بمناسبة يعني مهما تخيلت والله انا بقول انا متاكد وبعدين يستنانا كلنا نبص الف هنا وشهد. كان سؤالنا ايه؟ نرجع بقى كنا بنتكلم على السايكولوجي. الله يرحمه. يعني لو ما فيهاش اساءه ادب نيجي نعمل شغلنا بقى. لا فكره الامباثي وان انتوا يعني دي حاجه اي ثينك انها
it's a very good practice ان الواحد يتقبل الاخرين through this very very specific craft. لان انا بحس ان الاكتنج يعني انا من قريب قوي عملت ورك شوب بالصدفه البحته، يعني شهاده كانت موجوده. انا ولا عمري كنت متخيله ان انا ممكن ابقى انترستد في التمثيل ولا العالم ده شكله عامل ازاي، وبحس انها شغلانه صعبه جدا عامه ليها ناسها يعني. فلما جربت الورك شوب وكان هو كان مايزنر والتكست، اكتشفت ان او مش اكتشفت، فهمت انتوا ليه بتحبوا التمثيل قوي. لانه الاكسرسايز بتاع ان انت تبقي حد تاني وتعيشي في الاليمنت بتاع شخصيه تانية تماما باللاين بتاع الكاركتر نفسه بالباك جراوند بكده، ده كان بالنسبه لي very interesting و very fulfilling. ان انت لو شخص ممكن بتسرح كتير، عندك imagination واسعه، ممكن تبقى عايز تفيزت other worlds through other characters. لا وبتقبضي على الكلام ده كمان يعني. لا ولو كده هتاخدي فلوس. احلى اول قسط واخر قسط يعني اعمل كده وامسك يا شكرا ده دريم جوب دريم جوب بس the way you explained الصراحه يا بولا عجبني جدا، اللي هو الحياه لاين واحد هتعمل فيها حاجات معينه، التمثيل بيديك المساحه ان انت تبقى you cheat your way through life. ممكن تبقى you can be anything you want to be even if it's going to be for just one shot على فريم واحد ولا مشهد واحد. انا بحس ان دي حاجه خطيره صراحه. هي دي طبعا بقى من اجمل الحاجات لما ان شاء الله الناس يعني تبطل تحط الناس في تايب كاستنج. ده بقى رعب. اشرحوا لي اكتر. ده بقى هقول لك ده بقى رعب. انا فاهمه الحمد لله. اشرحي انت فريده. تايب كاستنج ده اللي هو لما انت يبقى شكلك او الفايب بتاعك بيدي حاجه معينه، مثلا انت شكلك شرير فاهمه، عشان مثلا حواجبك بوينتي شويه، فاحنا نجيبك في ادوار الشر بس. كل ادوار الشر تترشحي عليها. دمك خفيف انت دمك خفيف ضحكينا بحاجات ضحك بس. هند رستم انثى فقط او اموره. انا حاسه ان رمضان اللي فات ده اي ثينك في كذا حد اثبت عكس ده تماما. ده من كرم ربنا علينا. خلي بالك ان ده برضه بيبقى كولكتيف قرارات، فان انت اصلا يبقى عندك الناس اللي في الاندستري اللي بتتيح الفرصه ان الناس تتحط في اوت اوف ذا نورم او اوت اوف الاكسبكتد. يعني لما نشوف طه دسوقي عامل دور مثلا ان هو شبحطجي ومش عارفه ايه، ما حدش بيبقى اكسبكتنج ده، شايفين طه على طول كيوت او دمه خفيف بيضحك او كده، ولما اتحط في دور مختلف تماما اثبت ان هو يقدر يعمل ده ويقدر يعمل ده. I think ان المدرسه بدات تتغير سنه بس هي قعدت فتره طويله جدا. هم ناس معينه بيبقوا كاستد على ادوار معينه ومش مدين لهم مساحه ان هم اصلا يعملوا اي حاجه تانية بره ده. وساعات ممكن بتبقى يكونوا بيشوفوه، يعني I think ممكن يكونوا البروديوسرز بيشوفوه ريسك. طبعا طبعا. بس الحقيقه لو هو ممثل وعرف يمثل حاجات هيعرف يمثل. ما هو عشان كده في اوديشن متدرب صح. هو الريسك هنا كنترولد او اليمينيتد، مش اليمينيتد بس انه كنترولد الى حد ما بالاوديشن. فانا عشان كده بشوف الفيت فور ذا رول اللي هو انا يعني بره بيتهيألي ان هم بيعملوا اوديشنز حتى يعني اللي هو وهم ناس تقيله يعني ايوه مفيش حد بيجي يتسكن على دور، حد يكتب له دور وشايف كذا في الدور الفلاني، مفيش الكلام ده. في انه انا كاتب ودي القصه وده البلوت وده الكلايماكس ودي نهايه القصه ومين تعالوا اتفضلوا مين هيعمل احسن حاجه. اتفضلوا بقى كلنا الاوديشن نشوف مين فينا هيبقى احسن حد او لا اكتر حد يعني هم كلهم فاهمين بعض. يعني في ناس شاطره جدا وتقدر تعمل الدور حلو قوي بس هم مش هيفهموا اللي قدامهم او الكيمياء مش بس مع الممثل قدامه، مع المخرج ومع بقيه الناس مش راكبه، فبتبقى اللي هو برضو هو ده في الحياه. هو انت عادي تقعدي مع اي حد تقولي لا الكيمستري بتاعتي مش راكبه معاه. او بصي احلى حاجه في التمثيل او مش احلى حاجه وحشه بس احنا كلنا متعودين عليه الريجكشن. اوكي الريجكشن ده خلاني في الحياه unstoppable. يعني انا دلوقتي في الحياه انا ما بتضايقش يعني اللي هو مثلا في حاجات اللي هو نفسي فيها او كده ما تحصلش. لا ما بتحصل لي كل يوم. ففي كده اميونيتي بتبقى قوه عند الممثلين. قصدك من الكاستنج ولا من انك ممكن تطلعي؟ لا يعني كده يعني من حاجات كتير بس يوجي كمان من اوديشنز لانه كلنا بنروح اوديشنز او كده ومعظم الوقت ما بتاخديش. يعني ده ستاتستيك حتى الاكبر ممثلين في العالم يعني حتى مش هنا بس وهم متعودين ان هم مش هياخدوا الدور، فاحنا بنبقى اللي هو
عادي او اتعودتي يعني اللي بيبقى وان مور مشوار في يومك. انت كده كده اليوم ده مش انا عندي اوديشن، بيبقى اصلا في انا رايحه صيانه العربيه وهعدي على معرفش مين وايه كده في اوديشن اوكي. وطبعا في النص انا بجهز له منتلي وانترنالي وكل الكلام الجميل وفي السلم لا بتعملي كل اللي عليكي وبتحضري كل حاجه، بس انت تبقي متعوده قوي على الرفض. ففي الحياه عامه مالهاش علاقه بقى التمثيل، لما في حاجات ساعات بتترفضي مش بتحصل لك اللي هو يعني عادي يعني طبعا بتضايقي بس وان مور اوديشن انت عايزه ايه يعني فاهمه اللي هو بس لسه بريتي جود سكيل. دي بقى حاجه شفتها ان الممثلين معظمهم اكيد في يعني في ناس مختلفه بس كلهم في الحته دي they're very strong. او especially الناس اللي بتكمل فتره طويله ان يعني بالطريقه دي. انا يعني ما شاء الله مثلا يسرا دايما الانترفيوهات بتاعتها كذا حاجه طالعه بقالها شويه ان لو انا ليا كان افلام بطولات 14 فيلم ب 14 بطوله في الدرج. ما دي حاجه تجيب دي حاجه يعني لو انت اشتغلتي كل ده احباط جدا احباط 14 عام. انا اصلا عامله 5 في حياتي مثلا و5 في الجامعه يعني مش 5 اصلا حد عارفهم. 5 دول بالظبط اكزاكتلي دول اللي عارفينهم النهارده ضيوف النهارده بس اللي عارفين عنهم. وحاسه ان انا بنديكت كامبرباتش وير يو ات انت مش انت فين فايولا ديفيس انا جايه يعني this is how it feels to me انا داخليا. فلما اسمع يسرا سيفا ما شاء الله استاذه يسرا بتقول ان هي 14 فيلم في الدرج بطولتها اكيد يعني لا ده انا لو ما عنديش العصب بتاع ان الريجكشن ده كده لا اتشقلب واشوف لي حل وافهم انه هو ده العادي بالظبط. هم اعصابهم هي جزء يعني من الشغلانه ماسكه نفسهم مش كله بس برضه ما هي this needs work. ما انتوا لازم برضه يعني اكيد اول مره حصلت ما كانش ده الرياكشن. طبعا ايه بقى اللي بيخليكوا او ايه الحاجات اللي بترجعوا لها وذر جوه اي سي؟ لان برضه اي سي برضو من المؤسسات اللي عندها ريسورسز كتير داخلها يعني حتى الويل سنتر يعني مش موجوده في حتت كتير. بس وذر جوه او من بره ايه الحاجات اللي ساعدتكم ان انتوا تقدروا تو اوفركم ده؟ لان هو ممكن حد يجي يبقى ستك في الحته دي زي ما كنا بنقول ممكن ما يكملش في التمثيل او كده لان they cannot handle rejection اصلا. بصي يعني حاسه قول كده انت قول كده يا عمي كل ما افكر اجيلك عريس فرس. لا قول المتجوز قول حاجه. لا انت ما انت متجوز خلاص انت مش محتاج تجاوب النهارده. الله يقول الحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات. كلبوبه رايفه. حاسه هقول لك انا بالنسبه لي فور شور هو كان كونسلنج برضه وثيرابي يعني ده برضه ده مشوار بشوفه نساسيتي اصلا في حياه الممثل البادئ اللي ما بداش الريجكتد الخارق الجاحد اللي اعتزل. لان اساسا مهنه التمثيل صعبه جدا وفعلا فتور المشاعر اللي بيحصل مع كل دور سبيسيفيكلي بقى لما هنقعد نذاكر المذاكره اللي بنتكلم فيها دي. لا هي الثيرابي هنا صيانه ال10,000 يعني هي احنا بنروح نصاين ايه الصواميل عامله ايه مفكك صليبه كده فاهم بالظبط كلنا صح. بس فاحنا في بس ده ليه يعني اصل احنا دايما نسمع كده يعني احنا دايما نسمع ان الممثل حياته صعبه وفكره انك تخش في دور بس الناس فعلا ما بتكونش متخيله ده من جوه ايه وات داز ات مين. يعني فكره التنفيس يعني اللي هو التنفيس انك في التمثيل بيخليك تطلع ايموشنز and to realize it وبتطلع ايموشنز repressed. يعني repressed ممكن تكوني انت مش بس بقصدك مرجعها ورا بس هو مش دريان بيها خالص فهي بتطلع الحاجات دي. انا سنه مختلفه شويه بس مع شهد هي بالنسبه لي اصعب من ناحيه تانية يعني اللي هو the lifestyle of it مش التمثيل. يعني اي حاجه ليها علاقه بالتمثيل بقى نسميها ايموشنز هنسميها ايه ده تمام بالنسبه لي. بالعكس ده بحسه هيلثي يعني بالنسبه لي او ما هو ده تمام انت التنفيذ نافع معاكي بس الانستابيليتي اوف ات بقى هو ده اللي بالنسبه لي is the hard part اللي هو انت مش عارف امتى when's your next project وبعد ما تخلص البروجكت بتاعتك دي هتقعدي قد ايه مع بال ما يجيلك حاجه ودي حاجه اللي هو فعلا مش حتى حد لسه بيبدا ده. يعني لو احنا بنتكلم على يسرا او كده اكيد يعني برضه مش عارفه بس اكيد I would assume ان هي برضه مش عارفه
ايه بالظبط يومها او يعني وقتها هيبقى عامل ازاي in terms of شغل لمده ال3 شهور اللي قدام او كده. فده بالنسبه لي اللي هو الانستابيليتي اوف ات، اللي هو you really like it بس it's unstable. يعني انت في اخر يوم مش هتصحي الصبح تروحي نفس المكان تاني. هو وانس بيقولوا فركش او وانس المسرحيه بتخلص ويعني لاست كلوزنج نايت قبل ما تخرجي السيت بيكسر. فدي لحظه بالنسبه لي بتبقى بالسادست. يعني اول مره حسيت لي انا عيطت، يعني اللي هو عيطت عشان حسيت اللي هو احنا بقالنا 3 شهور في المكان ده وتشافي ثانيه entire world and they're tearing this world apart. لا وبعد كده لو احنا ليتري دخلنا بس يعني كل ده تشينجينج روم يغير ويطلع ما لقيناش سيت بادجت يا اسطى، بادجت والحاجه محتاجه ترجع. هو لسه عشان بيأجروا الحاجات وكده فاهم. خلاص بس حسينا اللي هو العالم ده وحتى يعني مثلا اللي هو شهد وبولا بيبقوا طالعين فين الكوستيومز، فين انتوا، فين بيبقى غلابه قوي فجاه تيشرتات كده عارفه وفجاه وباك باك كده واللي هو ماشي اللي هو يو كان نيفر تيل ان ده اللي كان صوته قد كده وكل الكاركترز تحت ايده مثلا او مش تحت اي حاجه مش مهم يعني، بس يو كان نيفر تيل ان ذات از ذا سيم بيرسون. يعني فاكره كتير لما احنا كنا لما بنخلص بنطلع من ملك جبر المسرح اللي في الجامعه وبره بقى اهالينا واصحابنا مش عارفه ايه وكده، كتير قوي ما كانش حد بيريكوجنايز ان احنا طلعنا. يعني لو احنا اللي بنقوم مثلا طالعين عاملين هيصه ان احنا طلعنا اللي هو لوزرز قوي برضه. ايوه كنا عايزين يعني لقطه فاهم. لو حد طالع عادي والله العظيم ما هياخدوا بالهم اصلا ان ده نفس الشخص. انا خدت بالي من الموضوع ده في روابط لان انا بقالي السنه اللي فاتت دي ثانكس تو شهد يعني ان انا بقيت بتردد كتير جدا على المسرح وبقيت بحب قوي ان خروجه الويك اند اروح اتفرج على مسرحيات وشفتهم الاثنين بيمثلوا. لسه هشوف الفله دي شفتهاش بتمثل لسه على المسرح بس شفت فريده وشفت بولا على المسرح وبتخشي طبعا تعيشي عالم بقصه ببرفورمانس بتفاصيل بكله. وبشوف بقى اللقطه بتاعت الباك باك بالتيشيرت اللي طالعين غلب ايوه بتحسي طبعا انه كمان بي جيف ات ذير اول جوه فطالعين خلاص بقى الطاقه شفطت وخلصانين بس بيعملوا كده عرض التاني التالت الرابع لو رحتي كل يوم هتلاقي كونسيستنسي مرعبه انه كل يوم they give it 200%. وساعات في ناس بتعرض مرتين في اليوم. يس انا نفسي اعمل كده قوي. انا عملتها وبطني وجعتني. طبعا بطنك بس اللي وجعتك ده لا يعني تعبت يعني عرضين في اليوم ده اروح خلاص كده. بس حتى لو عرض واحد بتجيب الانرجي يعني بتعملوا ايه عشان تريفايف ذا انرجي؟ بصي هي بالظبط بحس احسن مثل في الموضوع ده التمثيل عامل بالظبط زي سبورت. هي لعبه كوره. اي حد ليه في الكوره او في الرياضه عامه هي بتبقى كده. بجد لازم نبقى واخدين بالنا من جسمنا، بننام كويس، بناكل كويس، بنثقف نفسنا. يعني آلان ريكمان اللي هو كان بيلعب سنيب الله يرحمه كان دايما بيقول دايما انت كممثل كون رأي، لازم يبقى عندك آراء في كل حاجه. فهو كان دايما بيقرا مجلات نيوز بيبرز مش عشان يثقف نفسه يبقى فنان وكده، بس عشان يقرا ويبقى عنده رأي على حاجه. فلما ده بيثقف الواحد اكتر فتشوفي الحاجات من زوايا مختلفه شويه. وانتي اعتقد دورك ممثلة أو كممثل أو كفنان أو حد بيعمل حاجة في المجتمع، انت لازم تعرفي حاجة على المكان اللي انت عايشة فيه ويبقى ليكي رأي ليها مع ضد حلو وحش مش فرق يعني مش دي مش بس لازم you have to consume الحاجات اللي حواليكي. يعني أنا معجبة قوي بالفكر ده جدا. لا أصل هو بينمي يعني هو ملوش علاقة يعني ملوش علاقه بالدور اللي انت هتلعبيه خالص يعني مش يعني لو هتلعبي بوتسو لو بيحب تايلور سويفت مش فارقه يعني مش دي الفكره. بس الفكره ان هو انه you always have to learn. هو انت عايزه الدكتور يعني الدكتور دايما لازم يدور على الجراح الجديد الطريقه الجديده عشان تخشي وزي لعيب الكوره على طول بيسخن. الكيوريوزيتي اللي كنا بنتكلم عليها لان فكره الفضول ده هي سكيل عند الممثل فهي لازم تفضل موجودة طول الوقت. وانا بشوف ممثلين كتير يعملوا ادوار مهمة جدا وممكن تكون في قضايا مهمة جدا وتصدقي دور جدا بس مثلا يجي في توك شو تحس ان فين المعلومات اللي حوالين المشكلة الكبيرة اللي حاصلة اللي احنا ويهاندل ففجأة بيفصلني عن التمثيلية وقتها بحس ان هو مش هو ده انت. لا انت ما لقيتش الدور ده لانك ما فهمتش خالص
الموضوع صح. بتاثر على مصداقيه البرفورمانس بالظبط. بصي I would beg to differ في حته سنة برضو معاكي انه اصلا يعني اوريجينلي برضو احنا عندنا حاله ان الممثل لازم يروح توك شو اصلا. ايوه احنا بره نرجع خطوه يعني احنا بره كان لسه في حديث شيق قوي ما بين نديم وعبد الرحمن ابو زيد غالبا. هتلاقوا ان شاء الله في الحلقات معاكم باذن الله الضيوف بتاع حلقاتكم ان شاء الله. المهم ان هم كانوا بيقولوا ان توم هاردي ليه كومبايليشن فيديو عمال يتسأل عن حاجه في حياته، فكل مره يقولوا انت مالك يعني why do you care اللي هو دي حاجه مش ما تخصكش مش يعني بتاعت حد يعني اللي هو انا اصلا تمامي اني قدمت لك الكاركتر وصعب قوي اكون ما كنتش عارف معلومات كافيه. لو انا مش مقدمه، لو انا مقدمه صح وانت اشتريت يبقى فور شور انا عامل اكسرسايز مختلف او حاجه. انا عارف حاجات ممكن مش بالضروري اللي اتسالت في التوك شو الفلاني، بس انا عارف حاجه اللي بيها انك قاعد مصدقني. فاحنا يمكن عندنا سياسه لا ولازم تباني عارفه يعني مثلا بولا كان بيدي مثال ان هو عمل مسرحيه لايزاك نيوتن وهو صغير. هل هو بيفهم في الفيزياء اصلا؟ مش قصدي انا مش بقلل منك يعني مش لازم بس انت هتفهميها بطريقتك بدخلتك، وطالما انت فهمتيها ووصلت لك تمام. بس مش هبقى اللي هو ممثله جامده ولا ممثل جامد قوي لو قلت لك بقى قريت لك كل كتب الفيزياء ولا بس يعني I get your point في الحاجات الاجتماعيه يعني انا فاهمه. لا الحاجات اللي هي الاجتماعيه اللي هي علاقه بالبني ادمين، ما هو في الاخر احنا بنعمل قصه عن بني ادمين مكتوبه بني ادمين للبني ادمين. فلو احنا مش فاهمين البني ادمين دي تبقى مصيبه. دي مشكله مش لازم اللي هو كل حاجه. بس المشكله ليها علاقه اكثر بدور الممثل. يعني لما انت شرحتي انا دوري بمثل لك دور وبوصل لك رساله معينه. لو انا اخدت دور تاني وان انا هطلع ادفوكيت فور كوز مثلا، فهنا دوري اتغير ما بقتش ممثل فقط. فلازم بقى اثقف نفسي مش كممثل كادفوكيت. فاي ثينك برضو فكره الادوار ان هي دي ما فكرتش فيها قبل كده، بس واحنا بنتكلم فكره الادوار ان هي بتتغير كده بس من غير وعي. دي شويه هي احنا عشان الناس محملين. بصي هو برضو ده السبب في حاجات كتير قوي يعني الشيء ده برضو سبب في ان في اكسس قوي لان الممثل ده اصلا حاجات كتير. we tend to forget انه ممثل فقط. That's the only thing they have on their CV. انه يبقى advocate، انه يبقى spokesperson for a specific cause. ما هو دول بقى الوزراء مثلا لحاجه معينه او ناس مثلا ناشطين معينين. ده السي في بقى بتاعهم، ده البروبر بقى. الناس قعدت years and years تinvestigate الحاجه دي بالظبط واثارها في جميع المجتمعات ومجتمعنا احنا بالاخص وعلى الاعمار اللي من كذا لكذا. دي دراسه. انا ممثل جيت ما خدتش القشور ده اكيد عشان اعرف ادي ليرز عدله في الكاركتر، بس ما درستش القضيه نفسها. يعني هي مش انا خدت اللي هيأدي لي وظيفتي. فانا مش مضطر اعمل اكتر من كده خالص. بس مش وبشكل فيري سمارت انه فعلا entirely serve القصه فور شور والكاركترز اللي حواليا اللي بمثل معاها ومي از كاركتر والقضيه اللي بيناقشها المسلسل. اكتر من كده ده احنا بقى في الكومنتات، ده احنا جوه الكومنتات بقى. ده اللي هو ازاي ده مهم جدا لان هو ده في الاخر لو احنا رجعنا بقى لاصل الميديا هي اتس انفلونس في الاخر. صح اكيد. فهو الانفلونس ده كله بقى هنا دلوقتي زي ما انت بتقولي. بس حاجات كل حد. كنت بتقول ايه؟ لا يعني انا بصراحه شايف اللي هو حتى دور الممثل واخد اكبر من حجمه شويه في اللي انت بتقوليه، لان هو يعني الموضوع ابسط من كده. يعني انا برضو كممثل انا واحد وانا مش بعمل القصه كلها. يعني انا جزء من بازل كبيره وفي مخرج موجود هو اللي بيحكي القصه، انا مجرد آلة جوه القصه دي. يعني انا بشوفها كده. وحتى يعني في اللوكيشن بتشوفوها او حتى في المسرح اسمها بلاي او في الفيلم في التصوير بيقولوا اكشن. فاكشن دي جايه من فعل. يعني هو انا ممثل وده الممثلين اللي بيعملوه. بحس ده بيبقى اكبر يعني خدعه في الموضوع. احنا مش يعني حتى مش دورنا ان احنا نطلع مشاعر. ده مش انا مش دوري ان انا احس خالص. انت تحسي، انت بتتفرجي، انت تحسي براحتك. لكن انا بعمل حاجه، انا بفعل وانت بتستجيبي لده. خلاص بالظبط. اللي هو مثلا انا بحاول اضحك عليها، انصب عليها، اوريها ان انا بحبها، هعمل حاجه اوريها ده. لكن بعد ده مش دور الممثل.
ممثل. يعني انا دوري اعمل الحته دي، انا مثلا اتقدم لشهد في مشهد فور اكزامبل، هتقدم لها وده دوري، انا بعمل ايه؟ بتقدم بالكاركتر بتاعي باللايرز بتاعتي بكل الكلام ده. دي فين في القصه؟ هو ده في مخرج وكاتب ولسه برضو في مونتاج بعديها هيحط القصه بطريقه معينه. ففي اكتر، هي بجد آلة كبيره قوي واحنا مجرد جزء صغير منها، وناس كتيره جدا بتتعب فيها. فبحس انها يعني بس احنا الصدفه ان الممثل هو اللي على الوش فواخد بالظبط. هو اكتر حد متشاف. عندنا دكتور في الجامعه جيليان دي برضو قالت لي، دكتور جيليان كامبانا، اقول ذا حب برضو ليها شاوت اوت سريع. كانت تقول لي ان الممثل انه that's life, you get all the glory and you get all the shame. لو احنا عملنا اي حاجه غلط you get all the shame. لو احنا عملنا كل شغلنا صح you get all the glory. فهي احنا اول المدفع، بس ناسيين ان احنا اول المدفع ورانا لاين. احنا قبلينا اكشلي في اللي كتب قبلينا نيجي اصلا اكشلي قبلينا فعلا. احنا اخر المطاف اصلا، يعني ممكن بعدنا بقى اديتور بقى فعلا كولرست مش عارفه ايه اللي هيظبط بوست يعني. بس انه احنا في حاجه فعلا في بازل كبيره. انما ده مش، انا مش بإليمينيت من دورنا، كان احنا فعلا عارفين ان احنا يعني الله طبعا لو اقدر اعمل دور يغير حاجه في المجتمع، يغير فكر، يغير هايلايت قضيه، الحاجات دي ده حلم اصلا. يعني انا بعتبره او يعني زي حلم شمسية يعني لا ده يعني ده حلم بجد بقى. فيري ساد بس اتعمل بطريقه حلوه قوي. بس اجانب الممثلين يعني حتى مثلا اللي هو بيلعب دور يوسف، هو في اخر يوم هو ممثل يعني. الناس حملته او حسيت الناس حملته ان هو الراعي الرسمي لحاجه، بس هو بجد هو جه يمثل وعمل يعني بزياده يعني تحفه. سيم برضو لبقيه الممثلين كلهم، يعني اللي هو البابا هو اب جاي يعمل دور اب بس كده يعني. انا بحس يمكن في لام شمسيه سبيسيفيكلي كان في طبيعه مختلفه شويه، ان هم اون بيربس عملوا شويه توعيه لكل طبعا. وده احلى حاجه، ده احلى حاجه كده علشان يقدروا طبعا. ده حاجه يعني ما هي دي المسؤوليه بقى اللي كنا لسه بنقولها يعني. بس هم كانوا داخلين وفاهمين ومعاهم ناس اوريدي يعني. مثلا هم قالوا يا جماعه احنا كان معانا ناس من سيف اي جي زي هم جايين سوري سيف كيدز يعني. هم بيقولوا يعني هي مثلا ساره she's the one that knows what she's doing. هي اللي عندها كل ريسيرش وكده، تيجي تقول لهم اوكي بولا كذا كذا، شهد كذا كذا. فهي she was heavily involved وهم قالوا كده. فبرضه بالظبط يعني they had great people to lean on في speaking of this specifically، عشان انت قلتي بيبقى حلم بالنسبه للممثل انه يبقى عنده دور مهم زي ده او بيناقش قضيه مهمه زي دي. انا I'm very curious اعرف انتوا your aspiration ايه اكتر حاجه ممكن تبقوا نفسكم توصلوها في التمثيل او في الثياتر عامه؟ عندك يا فريده كده top of mind؟ لا بس انا ببص عليها more of an experience than a role. ببقى عايزه اكون في مكان مع ناس بجد بتعلم منهم ويبقى experience حلو. يعني انا بفتكر دايما مش الدور، بفتكر وقت قد ايه انا كنت مبسوطه واحنا بنعمل ده. يعني انت عماله تتكلمي على بتاع وانا عماله افكر له انا فاكره فده بالنسبه لي اكتر. فاللي هو just being in something عامه انا هتبسط فيها والناس مبسوطين فيها وهي حلوه. مش فارقه بقى يعني بنلعب بقى سوبر هيرو، بنلعب اي حاجه يعني نلعب نعمل هاري بوتر المصري، مش يعني ما يفرق يعني مش فارقه. بس شويه ما كله رايح يلا. بس هو حتى لو مش دور معين، حتى لو حاجه انتوا شايفينها اسبيريشن معين للثياتر اصلا في مصر، لان هو برضو ثياتر في مصر المسرح اسبيريشن اول توجذر. لا دي اصعب شويه. ده سؤال ثعباني يعني ده حبر سري بقى. ده كده ده برنامج سري خالص. انت كل الناس بتقعد بعد كده. انا ممكن اقول لك الاسبيريشن وانتقل لموضوع المسرح ده فعلا. بتمنى اعمل ادوار رينج بقى. ده طبعا هو ده اصلا طبعا حلم عيشتنا او اصلا حلم اي ممثل يعني. هو اللي هو بروبر ممثل بقى يعني. مش انا ما بحبش اروح الاريا دي، مفيش حاجه اسمها كده يعني. ماشي انلس في تحفظات الكلام ده معانا اوكي، بس انا بتكلم بس على ان انا ما جربتش اعمل اللاين الجد ده مش بتاعي. انا ممثل، انا لو طلب مني اعمل محامي، اعمل بواب، اعمل بتاع خضار، اعمل بتاع كاوتش، اعمل رئيس، اعمل سيدة رئيس، اعمل كنبه اللي قاعده دي، اعمل اي حاجه. انا لازم اعرف اعمل كل حاجه. فنفسي اعمل
ولازم تبقي حاجات جاهزه كتير. لده يعني you have to have the tools and the skill to be اللي هو يلا يا شهد بالظبط. يلا يعني. واكيد نفسي اعمل حاجه برضو تهايلايت صوت للناس اللي ما عندهاش صوت فعلا voice for the voiceless دي جميله دي كانت انا لما جميله علي قال كده في الانترفيو ديفينتلي يعني علي اللي احب عمل قوي حاجه هو احب ده قوي الانفلونس كده اللي كنا فعلا بنتكلم عليه. بس هو أصلاً الحلو صوت. كمان في المسرح انه انت مع البرفورمرز وهم they're performing فانت طبعاً. يعني مثلا دي حاجة في تانية. ايزكس اي يعني بجد انت لو كنت عملتي كده كنت هتلمسيهم هتلمسيه، يعني you're this close to them فانت بتبقي اللي هو وساعات بتبقى very يعني uncomfortable لان مثلا في السين بتاعت دي احنا بجد كل الناس كانت اللي هو عامله كده لانه خايفين اللي هو ايه القرف ده خايفين، ايه ليه بتعملوا وبعدين كده الكرسي بيفضل يمين لحد ما هو لا وانت بقى مايله على ركبه اللي وراكي يعني هو يعني فاهمه انتوا قريبين وبعدين في ايام كان الكرسي ده انتوا انتوا معنفين على بعض فالكرسي بيبقى اصلا بالغلط قرب جوه الجمهور فانت يو كان فيل ات قوي فبتقولي اسبيريشنز المسرح I think لو كل حد راح مسرح ده تحفه يعني ده عالم يعني كسبكتيتر كاكسبيرينس هم بس جربوا يشتغلوا فيه حياتهم تبقى احسن اعتقد يعني there's a sense of togetherness كده جيمي كان عندها كان جالها ايوه جالها ايه كوما حالا احنا بس هنقول some sort of stroke او حاجه كده وتقريبا نسيت كل حاجه والثيتر هو اللي ساعدها تقريبا هي كانت قالت لنا كده بس انا هي نسيت القصه على فكره على عندها يوتيوب تيد توك ليها الدكتور بتاعتنا في المسرح جالها اي ثينك يعني مش هي دخلت في كوما هي جالها ستروك يعني في شق من حاجه حصل يعني حاجه كده نسيت a very large chunk of حته من حياتها و through السايكو دراما او حاجه يعني حاجه في المسرح اللي هي كانت في المسرح شي ريتريفد بقى كل اللي راح من راسها ده ده مايند بلوينج الموضوع مش بسيط يعني المسرح احلى حاجه فيه برضو يعني احنا لسه بنتكلم على الانفلونس يو سي ذا انفلونس رايت ان فرونت اوف يور ايز بالظبط وساعتها وحتى في ايام مثلا بتعمل برفورمانس وحش قوي ولا اللي قدامك طايقك يعني فاهمه بتبقي حاساها بتبقي شايفه اللي قدامك مش طايقك ولا اليوم بقى بتبقي بقى في السما السبعه وتلاقي بقى قسقسه اللب والناس بقى ايه حد مش قادر وحد هيرد على الموبايل ومش طايق نفسه فاللي هو بقى تواجهي بقى قطه طلعت على المسرح يعني حاجات لا بس عامه يعني انا نفسي عامه كاسبيريشن انه ده يبقى خروجه like فاهمه قصدي ايه اللي هو يعني ايوه it's so fun بس روابط is doing that الحمد لله الحمد لله يا رب تخيلي بقى لو on a bigger scale واحنا مش بنتكلم في القاهره بس احنا بنتكلم في بقيه المحافظات وبنتكلم في بقيه مسارح مصر انه يعني اللي هو الطبيعي ان احنا يوم الخميس او يوم الجمعه لو في الويكند بنروح نتفرج على مسرحيه ده اللي احنا بنعمله في دوار ارت ودوار في حاجات كتير ابتدت تطلع بتهيألي وفي المحافظات على فكره برضه لان some beauty يعني the most beautiful stories ever بيطلعوا من هناك هي المسارح محتاجه تتفتح لان في مسارح كتير جدا في مصر مقفوله محتاجه تتفتح ومحتاجه يعني اعاده تاهيلها عشان تقدر انها تستقبل عروض وتبقى ايكوت انها تبقى عروض زي مثلا بتاع نجيب الريحاني دلوقتي اشرف عبد الباقي المفروض فتح دلوقتي عامل فيه بروجكت بتاع سوكسي فبقى بيعرض فيه مسرحيات هو it's becoming more common على فكره الناس بتروح يعني في تحفظات دايما انه يقول محدش هيروح مسرح او مسرح ما بقاش fun anymore بس يعني انا في معظم الاوقات لما حتى بروح اتفرج على مسرحيات في روابط بحس اللي هو ما في يعني دي غيرت ماي برسبكتيف احنا في مره كنا بنتخانق على تذاكر الجيل بتاعنا يمكن كمان راح مسرح يعني الفقره اللي هي بتاعت علاء ولي الدين الله يرحمه ونيدي وكده جولدن ايج بجد العصر الذهبي يعني انا رحت حكيم عيون في المسرح يعني علاء ولي الدين واحمد حلمي وكريم عبد العزيز يعني انا رحت كده اوكي وكده اوكي خطيره انا كده اوكي هريت الضيوف كل ما حد يخش لنا انا عايزاه امثل يسعدك نو وان ايه في ايه هو صاحب بابا في الشغل مثلا اللي هو الاسره الكريمه ما الناس جايين يتقدموا مثلا انا عايزاه امثل معلش ثانيه واحده خط بقى ده انا عايزاه امثل ايه في ايه ما تخشي الاوضه تذاكري ولا تنامي ولا اي حاجه فلا يعني الحمد لله ان انا يعني انا كان باين على خلقتي من الاول ان انا محتاجه اخش المسرح يعني عايزه اخش المسرح يا بابا يعني اللي هو مش قادره يعني اللي هو خلاص مش قادره
استحملكم بجد. ولا انتوا قادرين تستحملوني. خلاص وي نيد تو ايه يعني، لازم ده شيء يطلع على الناس. وسوري افتكرت حاجه برضو معلش يعني، بس للي جاي بيتفرج ده برضو تدريب. بقيت احس انه عشان احنا غصب عننا دلوقتي، انا برضو على التليفون دايما، واللي هو تركيزي قليل قوي، واللي هو كده انت بتقعدي مثلا على حسب طول العرض مثلا، بس يوجي اقل حاجه بيبقى ساعه، انت ممنوع تفتحي تليفونك، او بيبقى مش مفروض تفتحي تليفونك او تتكلمي، فانت بتبقي ساعه عامله كده. فده بحس حتى لو انت مش عاجبك الفراجه مش طايقاه، بس تبقي اللي هو عيب عشان ما ينفعش مثلا اتكلم مع بولا جنبي او افتح تليفوني، فبيبقى تدريب هايل قوي للناس عامه، ان هو اللي هو انا مش عاجبني اللي انا بعمله، هتفرج وانا ساكت وامشي وخلاص. هدي لنفسي عادي ساعه ساكت زهقان، دي حاجه ما اظنش يعني، ده مش حاسه ان ده اوبشن اصلا بالنسبه لاي حد. سوري انا لا خالص. احنا I think we can safely say ان theater is slowly coming back. يا رب. اتمنى يا رب يعني انا حاسس بده بصراحه. الناس يعني موجوده بتجرب حاجات مختلفه. يس. فلا يعني انا دخلت الدنيا اتغيرت يا جماعه. يلا نسمع بقى، شغل الشغل، شغل يا نسمع بقى. 3 مسرحيات 3 شورت بلايز. ممكن تقوليهم ميعادهم امتى وكده؟ كده خدي زيكم. الحلقه هتنزل قبلهم هم يوم 23 و24 في روابط. لا لو سمحتي بصي لكاميرتك 23 و24 في روابط يا جماعه، هستناكم تيجوا. عندنا 3 مسرحيات فيهم واحده من ال3 شورت بلايز فيها بولا وشهد مع بعض، والثيم يا بنتي معلش عشان كده واحده ما بيحسوش ببعض بقى. معلش كده الكيمياء غير عاديه وانا كل معروف. انا يعني I decided ان انا اخد التجربه بتاعت البرودكشن دي مع يحيى وعمر، عشان حسيت انه اولا شفت الفاليو بتاعت الثياتر وقد ايه بتبسط لما بروح، بتبسط جدا. وانا شخص مش بتاع سهر ومش بتاع بارتيز وحاجات زي كده، كنت دايما بدور على الترناتيف غير السينما يتعمل يكون لذيذ وانترتيننج وانجيجنج. فلقيت نفسي في المسرح وفي روابط، وكنت بقعد اقول لشهد انا مش عارفه انا بعمل ايه هنا، بس انا حاسه ان في حاجه بتناديني هنا ومش عارفه ايه هي. هيبقى لي دور، مش لازم ابقى ممثله خالص، بس هيبقى لي دور في هذه الصناعه، بس انا لسه هكتشفه لحد ما اكتشف ايه ده. طب انا ممكن انتج على فكره انا ممكن اكشلي انتج مسرحيات، لان I believe ان نوع الفن ده is much needed في مصر. بره theater is very strong، الناس كلها بتروح مسرحيات و it's part of their culture, part of their خروجات on weekly basis، بيبقوا حاجات they're really looking forward to. فنفسي قوي ان ده كمان يبقى established هنا. واخر حاجه I believe انه بالنسبه للممثلين بالذات اللي ممكن نقول بيمروا بتجارب الاوديشنز اللي مش بتفولو ثرو، والحاجات اللي مش بتتحقق في الاخر، والادوار اللي بنتوعد بيها وما بتحصلش وكده، المسرح بيديكوا ان انستنت ريورد، مش بس سبيس، وفي مساحه للتجربه السبيس ان هم يجربوا اولا ويبقوا بيبراكتسوا الحاجه اللي بيحبوها. يعني فعلا they are acting. ناس ممثلين كتير قوي من بره يعني، بس احنا بنتكلم على الناس اللي مثلا زي اوليفيا كولمان هو از يعني هي اوريدي مثلت حاجات كتير قوي زي ذا فيفورت وكانت في ذا كراون وكده، بس هي دايما برضو بتعمل مسرح. آن ريكمان برضو كان دايما بيعمل مسرح. يعني معظمهم كلهم معظمهم بيرجعوا تاني للمسرح او بيعملوها. ادريان برودي وهو كان بيصور ذا بروتالست كان بيعمل مسرحيه. فيعني احنا هنا مش عارفين نعمل لقاء مش عارفين نعمل لقاء خلاص فين وقتي ومن شايفه من قريب اكشلي دينزل واشنطن وجاك جيلن هول بيعملوا مسرحيه مع بعض. أيوة. ودينزل واشنطن بيقول دي احلى حاجه this is the best experience I've ever had in my life as an actor ان هو يعمل ثياتر. وده دينزل يعني اللي هو هنعمل ايه اصلا احنا ايه اللي جايبنا دلوقتي. لا بس عامه عشان هو بيبقى دايما بحس اللي هو الممثلين اللي جايين من المسرح دايما بيبقى عليهم نظره اللي هو انتوا او العكس، او حتى العكس اللي هو دايما تحسي في ديفايد ما بين ممثل المسرح وممثل الكاميرا او كده. مع ان انا واثقه يعني انا عارفه مثلا بولا وشهد فور شور انت بس لو حطيتيهم قدام كاميرا هيبقوا اللي هو من احلى الحاجات اللي تتفرجي عليها. بالظبط. شكرا للنقطه دي قوي. اللي هو انت حلوه قوي بس المسرح بس لا وشك او انت هايل بس كراسي ولا اللي هو ايه نفس فكره شايفه ايه الممثل هيعمل كل حاجه وفايس فيرسا. بيدي ناس اللي هو ده انت حلوه قوي بس للكاميرا هي تبقى هايله على المسرح. انت بتقول ايه يعني موضوع ان احنا في ممثل كاميرا وممثل مسرح ده مش دي مث برضه يعني. انا حاسه ان احنا بنصدم ناس كتير بس هي فعلا يعني
يعني مفيش لا ممثل وبحس ان في لشق ناس مش معين. بيجيلها فرص اصلا عشان اللي هو اصلا يعني دي فجأة شاطره بس كان في بتاعت وقت مسرح بطلنا يعني. نقول ان احنا مسرح بدات تبقى اللي هو مش عيب بس اللي هو being used against you. اللي هو لا انت اللي هو انت فيشل يلا مونولوج من هاملت اكسبريشنز. على فكره هو انا جوه المسرح ما ينفع يعني هو ده مسرح ايه ده مش هي ايه المسرح ده اللي اتس سيم انتوا بتقولوا كرافت في عليه. اخر يوم نفس الكرافت بس هي واحده بلايف اودينس واحده بس يعني بتعملي فيوزات مختلفه بس كده هي لازم تبقى الاسلاك أكبر بتبقى برضه. مختلفه بس مش اكتر من كده وساعتها اصلا كانت بتبقى اكبر سنه عن في حاجات معينه بالظبط برضه انت عندك another layer بتاع السوشيال ميديا يعني ده ده برضه ممكن طبعاً. تلاقي الناس بتحصرك في حته معينه لا عشان مش قادره هو أكيد انت لو نسمع هتمثلي تقول لك هتعملي بقى كده. لا انا جاي لي وقت والله قلت لنسمه اللي هو انا ايه هحتاجه طب ما اهزرش طب مع الناس ارخم بقى ابدا ارخم على الناس ولا اعمل ايه ابدا انكد على الناس اصل هو اللي حاصل ان انا مش انت مش كوميديان انا اصلا عادي يعني انا مش عايزه يعني أنا دمي خفيف عادي هقولها ايه ما حد ليها يعني حد يعمل مصر بقى عادي دمك خفيف يا شاهد. ايوه قولوا سقفوا كده لا 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 خلاص يا هي كمان نونيت انا كان بسقف لنفسي بس مش لازم تبقي محصوره في لا الادوار بتاعت شناعة. الكوميديا. ما انا عشان كده يعني بقول احنا دايما كل الادوار اللي بتبقى جايه لها في الدايركشن ده. طب يا جماعه احنا بنعرف نعمل أنا بس range بشوف حاجات. سربرايزنج كل معظم الادوار اللي انا شفتها لشهد ما هي ما مفيش غيرها كانتش ولا دور فيهم بيضحك بالظبط ده اللي عماله اقوله فانا والله. اصلا دول اللي فانا اصلا اللي انا مستغربه قوي يعني انا عارفه ان هي وهي طول عمرها دي شخصيتها يعني هي دي شخصيتها كده من زمان هي فريده خانقاكوا ولا ايه؟ رقم من تلاجتك يا مسمر بس اللي هو فلما بيقعدوا يقولوا ان هي يعني ان هي بدايه بتقول انا بيجي لي بس ادوار كده اللي هو بس اللي هو يعني ولا بودز ولا بتاعت فادي ميرز ولا حكايات علينا ولا اي حاجه من دول كانوا كانت عامله راجل اقرع بالظبط. وبيزعق هتلاقيه فين كمان هي سبحان الله كل الادوار فعلا كانت نفسيه يعني حتى الدور في دور بولا كان مخرج المسرحيه ايوه فاكره فاكره كان موت بعد الجامعه دي كانت تحفه كانت مسرحيه فكرني بس دي انهي واحده العين السحريه العين الفريد فرج الغريب الغريب لألفريد فرج الفريد فرج الغريب كانت عندها سكيزوفرينيا ولا كانت ايه كانت صح عندها سكيزوفرينيا كانت كلها ادوار كده وقبلها سايكوجينيك تخصص، امنيجيا وبعدها لا وعادي كان في حاجات تانية عادي واحده متجوزه كان مع شوربه واحده متجوزه فعلا هي ما كانش في حتى element اللي هو ضحك حتى الاوديو بريمن اللي عملناها هو كان ما كانتش اصلا كوميديا معالجه قوي. لمسلسل ذات كان معالجه مسلسل ذات وكان بقى المفروض شوربه بس مش سمراء يعني وانا المفروض نيلي كريم برضو ما هي دي حادثه كانت ثانيه يعني ايه ده بقى انتوا احنا بنقول مسؤوليه ونفلتر شوز ايه اللي هتفلتر شوز مين يعني الشوز بالظبط باليرينا شوز دي انا مستحيل ممكن احطها في ايدي يعني اخري يعني ده شيء عملاق ده شيء تقيل جدا فلا هو المسرح الصراحه فبليز يعني ادوا لممثلين المسرح فرص اكتر هم جامدين كده عملنا الحلقه دي مع ممثلين مسرح عشان عشان we know very well how important theater is and how important الاكترز بتوع theater are and this is why انتم منورينا في بدون مقادير وثانك يو على الكونفرسيشن الانترستنج اللي احنا اتعلمنا منها حاجات كتيره جدا واي بليف ان اي حد هيتفرج غالبا هيشبط وهيبقى عايز يمثل او هيبقى عايز عايز ماينر ثياتر او عايز ميجر ثياتر احنا بنطلع مش مسؤولين على المصاريف الجامعه خالص بس يعني بجد والله it was very very enlightening يعني انا بحتك بيكوا بره الكونتكست ده وحاسه ان انا اتعلمت حاجات كتير ما كنتش عارفاها خالص وهنا يعني I believe this entertained your psychology aspects in so many ways او احنا اسفين بقى هي احنا ممكن نتاسف دلوقتي اسفين كده لو ما حدش يروح مسرح اولا كل اللي كانوا بيقولوه ده غلط ده مش سكيزوفرينيا ده اسمه كذا هم بس ايه بيجاوبوا دبل بيرسوناليتي ايه اسكتي بتقولي ايه مالتي كويس زي بتصلح الترم ولازم نذاكر الدور و3 شهور ابيض يا بيه ابيض على ان شاء الله انا بتبسط قوي لما الاقي حد مش واخد الشغلانه بتاعته وحياته عامه من على الوش كده لا في لايرز وحتت كده ايه بين مايلستونز بنقعد نقف فيها كده فحاسه ان ده اللي انا سمعته منكم و ثانك يو سو ماتش على الحلقه دي
بجد شكرا قوي على الاكل والحب اللي في الاكل ده اكل وحب وكونفرسيشن حلوه. ده ايه الجمال ده؟ بننسى ان الحياه كلها عباره عن كده. لا ان احنا نتكلم عن حاجات احنا بنحبها، ناكل ايوه بقى ايوه بقى اصحى بقى يا بول. ايوه بقى الرنجه بفيماك. ده طبعا ده اساسي. هابي ايستر ونورتوا. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين جدا يا جماعه، شكرا قوي قوي.